اهلا بيكم في بودكاست اونسايد. معانا النهارده نجم من نجوم التحليل في الكره المصريه والكره الاوروبيه. معانا الواجهه الاعلاميه للليجا الاسبانيه كابتن احمد عطا. احب اقول لك هندسه ولا كابتن الاول؟ مساء الفل. خاطر ازاي؟ عادي، قول اللي انت عايزه حبيبي، اي حاجه منك مقبوله. طبعا ابن اسماعيليه وزملكاوي، عامله شويه اختلاف بس مفيش اسماعيليه مشكله. بلدياتي، ابن منطقتي. اكيد طبعا. وطبعا بس يعني دلوقتي خلاص من ده، من الكابتن خلاص ما عادش بقى في مهندس دي، الا بس بابايا اللي يحب ما زال برضه متمسك بموضوع طبعا الهندسه ده يعني. حقه عليك. طبعا هو اللي يقول له هو عايز برضه. طبعا. طبعا انا برضو برحب بكابتن عطا، يعني بحبه طبعا على المستوى الشخصي، حبيبي عبد الرحمن، ميرسي. وبالنسبه لي قدوه، بالنسبه لي كمحلل يعني كابتن عطا قدوه، بحبه جدا، اسلوبه مميز ومن الافضل في الساحه، فمبسوط جدا ان انت معانا يا كابتن النهارده. بس من ذوقك عبد الرحمن، ربنا يخليك، والف شكر على ذوقك يعني في الكلام الحلو ده. ان شاء الله نعمل حلقه لطيفه. ان شاء باذن الله، الله تكون باذن الله. حلقه لطيفه وخفيفه كده على المشاهدين ان شاء الله. باذن الله. من الناس القليله اللي بتشجع فالنسيا يمكن في الشرق الاوسط مش في مصر. يعني ما بحبش اقول كده قوي. لا انا بحب اقول. لا، هو في مشجعين لفالنسيا في مصر اقل شويه يعني، بس في الخليج وفي المغرب في مشجعين لفالنسيا، مش عدد مش باتمان بس قليل. تقريبا اللي بيشجع اه. فالنسيا. لكن الحقيقه انه طبعا الجيل بتاع عبد الرحمن، مش عبد الرحمن شكله صغير يعني عننا، عبد فما الرحمن. بقاش فيه كتير للاسف يعني يعني. اه خلاص ما لحقناش ما بقى عادش. فالنسيا 2004 وال وقبل كده كان ما حدش عنده سبب واضح انه يشجع فالنسيا، حد خاصه انه حتى لو ما بيحبش ريال مدريد وبرشلونه دلوقتي بقى عنده اتلتيكو مدريد، عنده فياريال، عنده مش يعني لو حد اصلا اشبيليه. هيفكر يشجع اشبيليه، لا يعني ما اقدرش اقول اشبيليه قوي يعني. يورو جت يوروبا في ليج. فتره خد اوروبا ليج كذا قريبه مره. برضه، كان قريبه يعني اشبيليه اه كان قريب. ورابع بياخد رابع برضو الليجا كتير اه يعني. دي مشكله طبعا، يؤسفني حاجه زي كده. لكن برضه في نفس الوقت بيبقى نوع من انواع اللي انت بتكون سعيد ان انت متفرد شويه عندك يعني. بس هو ما كانتش البدايه كده يعني، هي الفكره برضه الناس تقول لك انت شجعت فالنسيا تبقى مختلف، لا مش عشان كده، عشان انا اه حبيت فالنسيا مش اكتر يعني. اه وما زال فالنسيا برضه نادي يعني له قيمته الكبيره. انت لسه حتى شايف امبارح زي كده جراف بيوريك الانديه، كل الانديه اللي فازت ببطولات قاريه وعالميه. فالنسيا في الصف الثالث تقريبا، الصف الثاني لسه موجود مع متقدم عن أندية كتيرة جدا طبعا. ومشهورة. فالنسيا يعتبر عنده 7 ألقاب قارية، وده مش رقم قليل يعني. مم. فطبعا متنوعة يعني، هو مش ايوه طبعا. متضمنة تشامبيونز ليج، لكن في النهاية ما زال السنة دي يعني بيحافظ على الإرث بتاعه لغاية لما ربنا يستر بس ونخلص من بيتر لين وملك النادي ده على خير يعني. هو التشجيع والانتماء، ما تحس انك مش بتختاره. صحيح. يعني لو هي عشان الفرقه بتكسب كانت الناس كلها شجعت ريال مدريد، مثلا. ف مع انها ما بتكسبش كتير يعني. هنيجي للحته سيب دلوقتي. لكم الخناقة دي بقى وعليه. في الانتماء خناقه كده جايه، باين من كلاسيكو القلب. جاي بقى. طيب. كلاسيكو جاي. محدش شافك برضو قليل لما انا شافتك وانت بتتفرج على فالنسيا. انا من الناس القليله اللي شفتك اه، ويعني ببقى قاعد شايفك كده وانت قاعد مثلا على كافيه على القهوه بتاع. لا متعصب قوي ما اللي هو تشوفش انت وحش. لا، بشجعه زي الزمالك بالظبط يعني، انا بشجع فالنسيا زي الزمالك، بزعل زي الزمالك وبصرخ في الماتشات زي الزمالك، وانام متنكد لو وانام فرحان لو زي الزمالك بالظبط. ايوه طبعا يعني، هو النادي الوحيد اللي في اوروبا، مش في انديه تانية في اوروبا ممكن احبها اشجعها او شجعتها مم. في يوم من الايام، بس مفيش نادي ممكن ينامني فرحان قوي او زعلان قوي في اوروبا الا فالنسيا بصراحه. ف- بس السنه اللي بيني فاتت. وبينك انا في الكوره عموما عندي القصه دي يعني، يعني طبعا فكره اللي حد يقول لك اشجع اللعبه الحلوه ومش عارف الكلام ده، طبعا انا شايف انه يعني كلام غالبا مش موجود. مم. لكن حتى وانا بتفرج على ماتش كوره او بتفرج على اي رياضه، مم. مش من النوع اللي بحب قوي اقعد اتفرج كده وخلاص يعني. غالبا في لحظه ما في الماتش لو بتفرج عليه وما اعرفش، حتى لو ما اعرفش حتى الفرقتين دول، هتلاقيني بختار ان انا اميل لفريق عشان احس بمتعه ما يعني، ان انا يا اما انبسط لفرصه ليه او لجول ليه او انفعل مع فرصه معاه او ايه الفرصه اللي ضده.
بتبدا تخلق ستوري جوه الماتش كده، وتحاول تخلق نفسك مباريات ممكن تبقى مباريات وهيه جدا، يعني مباريات مش موجوده اصلا. اللي اخترت تشجع الفرقه دي، ما اخترتش تشجع الفرقه دي حتى لو يا عم تيشيرتهم عجبك. هي حاجة عاطفية كده ميلتك لفرقة معينة. بتدي متعه في الرياضه عموما، ان انت بتختار تشجع شخص معين ده او نادي معين، او حتى في ماتش بقول لك مالكش اي علاقه بيه، لو فتحت كده ماتش عشوائي تماما. فاعتقد دي بتدي متعه يمكن من وجهه نظري اكتر من ان انت تقعد تتفرج على ماتش مش فارق معاك الفرقه دي ولا الفرقه دي اللي تكسب يعني. طب ما فيش لعيب معين حببك في فالنسيا؟ بص انا عموما كشخص مش من النوع اللي شجعت فريق عشان لاعب، يعني ما اتعلقتش بحاجه يعني بلاعب فشجعت نادي عشانه، ده سواء اكيد. لعيب ابهرك كده لكن مع مثلا الوقت في الجيل طبعا الاول. انت بتتفرج فبتبدا تحب لعيب. اه لو في الجيل الاول خالص طبعا كان منديتا اول لعيب طبعا خالص حبيته جدا، وايمار. بابلو ايمار كان صحيح، كان من ايمار. الناس اللي انا بعشقها ككوره يعني. كان ايمار لعيب جدا، وايمار على فكره ممكن ما الناس ما تشوفلوش لقطات كتيره حلوه على فكره. اه ان ايمار كانت عبقريته ان هو ازاي لعيب، هو طبعا كان في عصر صناع الالعاب كلهم طبعا يعني، ازاي لعيب بيخلي الكوره بتنساب بسهوله خالص، باص 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 باص، فاهم؟ ما عندوش ترقيصات كتيره قوي مبهره تلفت النظر وتخليك تعمل فيديو يوتيوب كده حلو. لكن اللي شافه في الملعب كتير كان هيعرف ازاي اللعيب ده ممكن يخلي الكوره بتنساب كده بشكل حلو قوي يعني. مش هقول شبهه قوي، بس مثلا بيدري مثلا في برشلونة، شوف الكرة اه بتسرح كده معاه، يحسسك بتخلي الكرة سهلة. في ايوه بتخلي الكرة تسرح كده وتتنقل من خطوط الضغط بسهولة جدا. فهو كان بيمارس الدور ده بشكل كبير، ما عطلش الكرة خالص. مع الوقت شوية اتعلقت في طبعا فيسنتي رودريجيز، يعني في 2004 كان اكتر لعيب محبب بالنسبة لي. في بقى في اللعيبه على طول الخط كان براخه مش عارف ايه، وطبعا اخر لعيب في العصر اللي يعني العظيم بتاع فالنسيا كان ديفيد فيا طبعا. ديفيد فيا. طبعا ديفيد فيا وديفيد وانتقال سيلفا لا تاريخي فيا. لبرشلونه. بالمناسبة أصلا ديفيد فيا كبر في نظري قوي، لأنه الناس ما تعرفش إن ديفيد فيا كان في 2009 كان خلاص يا ريال مدريد يا برشلونة، كان اه حتى لدرجة الماركة نشرت صورته بتيشيرت ريال ريال مدريد مدريد. أصلا. فقرر إنه مضى عقد لغاية 2014، يعني ايوه اوريدي ديفيد فيا مضى عقد لغاية 2014. بس السنة اللي بعدها فالنسيا قعدوا معاه قالوا له إحنا مش هنقدر، مضطرين نبيعك أنت وديفيد سيلفا. تخيل أنت، كل واحد بقى يفكر في مثلا، تخيل أنت بتشجع برشلونة، ان برشلونه قرر يبيع مثلا بيدري ولامين يامال. ولامين يامال. ده اللي حصل مع فالنسيا، الصدمه دي. انت بتشجع ريال مدريد مثلا فانت كذا 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 بالظبط. لعيبه. فالصدمه دي كانت قويه جدا، وكان خلاص فالنسيا مصيره محتوم في الفتره دي يعني. بس دي يمكن اكتر حاجه. لو في لعيب بعد الفتره دي اتعلقت بيه اكتر هو داني باريخو. اه باريخو باريخو. بالنسبه لي يعني لعيب كبير جدا، مايسترو. ومش هقول اتظلم من هو بس في عصر فطاح للكره الاسبانيه في الخط الوسط يعني، كان هو كمان ظلم من مدربين المنتخبات، ما كانش منضم في اوقات كان هو يستحق فيه الى حد كبير، لدرجه ان انا كنت في لحظه كنت شايفه في رايي المتواضع يعني احسن او تاني احسن لعيب خط وسط في العالم في 2019، يعني موسم 18 باريخو. 19 ده كان باريخو بعد دي بروين. انا كان في رايي مم. احسن لعيب خط وسط بعد دي بروين في السيزون ده يعني. هو كان بتيجي عليه مواسم فعلا على الاقل يستحق ان هو ينضم للمنتخب ويلعب اساسي كمان. كان مرعب بصراحه في ليه الفتره دي. فالنسيا بعيد عن منصات التتويج الفتره الاخيره، او بعيد عن المربع الذهبي؟ مشاكلهم كتير المفروض يعني. ما هو الفكره زي ما قلت لك، هو النادي اصلا بنى لما كان خد الدوري مرتين، وبدا خلاص بقى نادي طرف موجود طول الوقت في الصراع على الدوري، وكان بينافس على الدوري طول الوقت، وموجود في الشامبيونز ليج في ادوار دايما متقدمه. فالنادي بدا يعلى بطموح. اول حاجه مثلا قررنا نجيب خواكين سانشيز، ساعتها كان صفقه تعتبر بالنسبه اه طبعا. لفالنسيا كبيره، 25 مليون يورو، ده كان رقم ضخم يعني. وبعدين قرر يبدا يعلى طموح على موضوع الاستاد ده، فلما بدا يبني ملعب اسمه النيو مستايا في 2008 كان بدأ وصل لغايه سنه 2008 كان بناء على ان هو هيبيع ارض ميستايا القديم. امم. فحظ فالنسيا النحس يعني، انا بشوف ان فالنسيا من اكتر الانديه المنحوسه في العالم، ان حصل الازمه الاقتصاديه العالميه، اه فالارض فترة. ما بقتش عارفه تتباع. بعد ما كان قيمتها كان تقدر من 350 400 مليون يورو، نزل سعرها ل 150، ومش لاقيين حد بيدللوا على حد امم. اصلا يعني. ففضل الموضوع ده كده لغايه ما النادي تم بقى الاستحواذ عليه من بنك بنكاخا ده وكده، ودخل في الدوامه دي بشكل كبير. وبالمناسبه برشلونه من الحاجات اللي بتضايقني جدا وتعصبني من لابورتا بالذات الفتره دي، لما ديفيد فيا كان برشلونه بيضغط عشان يجيب ديفيد فيا، فلابورتا راح للبنك اللي هو داين فالنسيا، قال لهم احنا بنعرض عليهم فلوس، دي اه فلوسكم عشان تاخدوها وبتاع. يزنقهم. فكانت حركه حقيره جدا اه منها، بتكرهني فيه دايما، رغم ان هو رئيس نادي طبعا صاحب نهضه برشلونه الحديثه يعني. فبعد كده خلاص بقى الناس النادي دخل في دوامه الديون، والبنك حجز عليه، فجه بيتر ليم اشترى نادي رغم انه
شركه واندا اللي هي واندا متروبوليتان، واندا اللي هي حطت متروبوليتان. اسمها وبعد كده دلوقتي بقى طيران الرياض متروبوليتان، مش عارف معقدين اه الدنيا قوي، اسم طويل قوي كده. فواندا دي كانت عامله العرض الثاني لشراء فالنسيا. في شخص اسمه اماديو سالفا كان هو رئيس النادي، هو اللي انحاز لعرض بيتر ليمو، قال لهم ده الراجل هياخد النادي ونقله كبيره وسابع اغنى راجل في سنغافوره وبتاع. الراجل فعمل السنغافوري لنا من ده الفسيخ شربات يعني، وفي الاخر اكتشفنا الخازوق الكبير جابوا تقريبا 20 مدرب في سنتين. حاجه مش طبيعيه حاجه غريبه راجل. فعلا اه يعني. حتى في عز يعني مارسيلينو هو كان مدرب كان ناجح جدا مع فالنسيا. اعتقد ان القصه دي اتشهرت خد يعني تقريبا لحد رابع ما في 2019. اخد رابع مرتين ورا اه. بعض وكمان اصلا كان اوريدي في سنه منهم كان بينافس على الدوري يعني، كان قريب مش بعيد. امم. امم لولا كذا حاجه حصلت يعني، وكان في ماتش برشلونه فالنسيا ما كانش موفق فيه خالص قدام برشلونه تفتكر، لما باريخو ضيع بينالتي وفالنسيا ضيع كذا فرصه وفي هو ده الاخر. الموسم اللي كانوا بينافسوا فيه على الدوري. ايوه، ما ده السنه اللي فالنسيا كان بينافس فعلا وبقوه يعني. اه. ف فجه قرر ان هو يمشيه عشان مجرد ان هو فضل انه ينافس على الكاس لاخر لحظه، وقال له ركز في الدوري وما رضاش يسمع كلامه. وفي النهايه وصل تشامبيونز ليج بالمناسبه، بس اه خلاص، والى جانب معارضته لبيع اللاعبين، لان هو ما كانش شايف ان ده الحل، وكان طبعا اي مدرب في الدنيا مش عايز اللعيبه تبيع. قصص كده كتيره يعني. السنه اللي فاتت كان في حاجه كده بالنسبه لنا، مم. حاجه تاريخيه، مم. وبالنسبه لاحمد عطا حاجه كبيره جدا، مم. وهو اعلان تيشيرت فالنسيا. اه. عطا اللي عمل الاعلان واتعمل هنا في مصر. فدي كانت بالنسبه لنا برضو كعطا كصديق ليا دي حاجه كبيره. فانت كلمنا عن احساسك، وان دي حاجه تتعمل في مصر، وان اللي يمثل حاجه زي كده احمد عطا. هو طبعا ما كانش اعلان رسمي يعني، بس اقصد اعلان بس تبع النادي، هو بس كان في تبع الاخر النادي. البيج اقصد ان الرسميه اقصد للنادي نزلته. صحيح بالظبط يعني. اقصد ان هو كان هو الحمله دي كان اسمها فالنسيا في مصر. حلو. وكان طبعا اتنشرت في البيج الرسمي بتاع النادي وفي الاكونتات الرسميه والحسابات الرسميه. كان حاجه ليا الشرف فيها طبعا، كان بالتعاون مع الليجا. مم. بصفتي يعني انا احد السفراء الاعلاميين في الليجا في الشرق الاوسط. فكانت حاجه حلوه قوي، وكان انبسطت بيها جدا. وبالمناسبه كان يعني الشخص اللي اشتغل على البروجكت ده برضو من اسماعيليه، ولد موهوب جدا اسمه محمد الموجي. اسماعيليه دايما بتطلع موهوبين. اه. ف... فانا كنت سعيد يعني. دي حاجه كتير بتعملها ممكن كشغل، بس لما بتعمل حاجه وانت مبسوط وفرحان يعني. فانا الشغف بيفرق. شفت الفيديو كان طلع بشكل حلو قوي مم. اكتر مما تخيلت كمان يعني. طبعا انا كنت من اول الناس اللي شفته قبل ما ينزل. كنت انت وريتوني. حصل. كنا مستنيين ان هو ينزل. والتيشيرت بالمناسبة، التيشيرت كان التيشيرت عاجبني كان قوي، تحفه جدا. وفالنسيا من الحاجات الحلوة اللي بتميزه عموما عن تيشيرتاته حلو. شيرتاتك كانت تيشيرتات حلوه. كويس ان انتوا اللون اورنج برضو محلي. الوانه عموما، اه الالوان فالنسيا متنوعه، اسود واورنج وازرق وابيض، فالالوان دي كلها كده بتقدر دايما هتطلع بتيشيرت حلو على الاقل في السنه يعني. كلمني بقى بمناسبه الكتاب بتاعك شنطه وتاشيره. اه. فتحكي لنا كده عن اول سفريه ليك وحضور ماتشات لفالنسيا، مم. ومواقفك الكويسه هناك. بس هو طنطا وتأشيرة طبعا له علاقه بانجلترا وروسيا، مش في اسبانيا. لما سافرت اسبانيا، شنطه وتأشيرة عموما هو حاجه نوع من انواع كتب ادب الرحلات، الناس اللي بتقرا انيس منصور وكده. وانا عموما عندي شغف كده ان انا احاول اكتب في حاجه بره الكوره يعني. مم. الكوره طبعا شغف كبير، بس يعني باحس إن ساعات عندي رغبة إن أنا عايز أتوسّع شوية، أكتب عن حاجة تانية، أتكلّم عن حاجات تانية. ممكن عنده واحد عنده خواطر لسه ما جاتش أوي، خواطر مش خاطر بس مش خاطر، لا خواطر. مش حاجة واحدة يعني يتكلّم فيها. بس ما اتسعش المجال إن أنا أعمل فيديوز عن القصص دي وبتاع. لكن على مستوى الكتابة فكان من الحاجات اللي كنت مهتم بيها أوي. فما كانش عندي وقت أوي. الوقت اتسع إمتى؟ وقت ما جالي كورونا وعملت العزل يعني. مم. كنت already بدأت في كتاب، بس اللي سرّع جدًا وتيرة الكتابة هو وقت الكورونا ده. فكتبت عن رحلتي لروسيا لتغطية قرعة كأس العالم في روسيا في 2018. 2017، وإزاي الواحد كان أول مرّة في حياته يشوف تلج روسيا برضه غير يعني اه الجو طبعا. كان مش طبيعي. مش شوفش دعوه غير التلج. صحيح، كنت باحكي يعني القصة لأن هو بدأ بpost أصلًا الحوار ده، عجب الناس، فلقيت إن أنا طب ما خلاص يعني طالما عجب الناس النوع ده من الكتابة، اللي هي بيمزج ما بين الرحلة والأدب وبتحكي بقى عن تجربتك الشخصية، اللي هو يعتبر أدب الرحلات زي ما قُلت. وبعد كده عزّزته بقى بالبلك الأكبر. أصلًا رحلتي الأولى لإنجلترا، سافرت حوالي 21 يوم، رُحت مدن كتيرة، اختلطت بناس. وأنا مش من النوع من السياح الmainstream اللي هم كل همّهم إن هم يروحوا أماكن الناس اللي هي إيه، يالّا كل الناس بتروح كذا، يالّا نروح كذا. لأ، مش ده مهم عندي. حتى ما باحبش أروح أقعد في فنادق أغلب الوقت، باحب مم. أروح أقعد في shared houses اللي هي بيوت مشتركة، عشان أختلط بالناس وأعرف الناس وكذا. فدي بتعزّز التجربة الإنسانية عندك بشكل مم. كبير يعني، وبتخلّيك تحسّس إن أنت ما عملتش رحلة
مش فارغه طبعا، كل واحد وذوقه وانبساطه يعني، لكن بتفرق كتير قوي. فالحمد لله ان اللي قدرني قدرت اكتب عن الموضوع بشكل لطيف، وطبعا اللي ساعد فيه ان البشر اللي انا اختلطت بيهم والمغامرات بقى الواحد بيحصل فيها، وغير الى جانب طبعا جزء رياضي، ان ازاي الماتشات اللي رحتها وازاي رتبت ان انا احضرها. ماتش ترتيب مع محمد صلاح نفسه، ماتش ترتيب بالحظ تماما، وماتش مجرد انا كنت رايح الستور بتاع نادي ليدز يونايتد فلقينا الملعب مفتوح وقمنا داخلين لقينا ماتش كاس كاراباو مم. كده. فدي حاجات في الكوره يعني. بره الكوره بقى الاشخاص، لا يعني كانت تجربه انسانيه حلوه جدا، وكنت حابب احكي للناس عنها. ودايما بقول لاي حد بيشتري الكتاب ده او جابه يعني انه يعني بتخلصه تديه لغيرك. انا احب ان الناس تقرا تجربتي مم. يعني وبس يعني. هاخده منك، ان شاء الله. ان شاء هجيبه الله. لك تاني بقى، دي الله اعلم. يبقى نشوفها بعدين. ان شاء الله تلاقيه في معرض الكتاب قريب ان شاء اللي الله جاي باذن برضه، الله. هو دايما في بيكون معرض بيكون الكتاب. دايما موجود. اه كل سنه بيكون اخد موجود. منك كلمه من الموضوع اللي فات، ان انت تواصلت مع محمد صلاح حتى يعني وقتها طبعا انا دلوقتي يعني شعوري تجاه محمد صلاح مختلف عن وقتها. لكن طبعا ابريشيت القصه دي دايما. كانت ساعتها كنت عايز احضر ماتش ليفربول وارسنال اللي محمد صلاح قطع فيه الكوره من جون للجون، الناس بقول له كان تفتكر نني بيلعب في طعم الماتش ده. من بيرين كده واراد. مش فاكر اه كان نني ولا لا. كان بيلعب، مش متذكر مش عشان خدها الماتش من خلص نص 4-0 بقول خدها ساعتها من نص ليفربول. الملعب خلص ليفربول 4-0، وساعتها اظن ده مش عارف كان اول جون يهدف فيه في انفيلد ولا لا. مم. لكن anyway يعني ساعتها انا كنت عايز احضر ماتش من ضمن ماتشات كتيره، بس كانش فيه تذاكر خالص، مش لاقي تذاكر. مم. فكلمت صديق مشترك بيننا كده، قال له يعني قلت له من فضلك لو يقدر يوفر لي تذكره بس، وانا مستعد ادفع قول ثمنها مين عادي هو يعني. طبعا عشان اكلمه. بس فالصديق ده فعلا مشكورا يعني كلمه قال له لا خلاص تذكرته عندي. ودي حاجه انا ما زلت بفتكرها له يعني خير، رغم ان انا طبعا يعني ما احبش ان انا يعني هو طبعا شعور حاجات كتيره تراكمات بقى كده بعد كده مش حابب ان أنا اتكلم فيها دلوقتي، بما ان احنا اتكلمنا عن القصه الموقف اللطيف ده منه. كان موقف يعني جنتل جدا منه. فده اللي حصل ان انا خدت التذكره محمد صلاح ساعتها يعني. انت عملت معاه شخصيا لا ولا ساعتها ما كانش وقت، كان في الماتش، كان رايح اه الماتش مم. داخل الماتش فمستحيل. فهو ساب لي التذاكر في المكتب التذاكر يعني بتاع الهوسبيتاليتي، مم. ودخلت يعني عن طريق التذكره دي. نرجع انت قلت كده كلمة مش عايز ترجع لها في الشعور حاليا مع محمد صلاح. مم. اه مصر انت تفتح القصه دي ها؟ طبعا لازم نعرف. لا والله عادي، مش قصه كده يعني، هو تراكمات انت مع الوقت طبعا. انا عموما يعني هو ما كانش قاصد كده، ولا انا ولا ده برضو في النهايه الموقف. يعني الصح ان انت لما يكون حتى حد عمل معاك حاجه معينه كويسه، دي حاجه طبعا شيلها عنده دايما. يعني انا ما شلت، مش رحتش مسحت البوست اللي شكرت فيه بالمناسبه. لكن في النهايه انت دايما بيكون عندك راي معين خاص بشخص، توجهاته وافعاله اللي بيعملها، خاصه ان هو شخصيه عامه. اه ما ينفعش ياثر عليك حركه لطيفه، لان في طبعا النهايه انت كده كده كل واحد بقى له يبقى رصيد عندك معنى صح، ايه. له رصيد عندك. يعني هو موقف معين حصل مع اقدره محمد صلاح، واحترمه. ولا رأي يعني لا رأي؟ لا انا انا اقصد فهمت، موضوع التذكره هو ده حاجه عطى. حلوه منه، فانا اه المفروض انت ايه تستشعر الحرج في الكلام عموما. مم. ده غلط برضه، شوف ده غلط برضه، لان والا كده كل نص الصحفيين ونص كذا اصلا هتلاقيهم ما بيكلموش ايه حد مم. صاحبه ولا حد انا محمد، انا عمري انا ما كانش صاحبي، وانا اقصد ان انا يعني هو اللي يقول ده مين ده يعني مش صاحبه يعني ولا اه حاجه. عشان بس تبقى الامور واضحه، مش بقول مش صاحبي ان لو انا يعني مفيش علاقة لكن شخصية في يعني. بالظبط مفيش علاقه شخصيه. لكن بقول ان الموقف ده ما منعنيش ان انا لما اكون بيعمل حاجات ما تعجبنيش ان انا اقولها. طبعا. زي حاجات اه كتيره بقى حصل بقى ايام رياضيا. القصه بتاعت عمرو ورده ومش عارف ايه، ده كان بدايات. بس انا اللي كان من اكتر الحاجات اللي ضايقتني محمد، وكانت بدايه الحاجه اللي فعلا زعلتني قوي، القصه بتاعت وقت ايام الشيخ الجراح في موضوع القدس ده، لما مم. طلعوا اسر فلسطينيه من بيوتها. موقف بقى ما فيهوش اي نوع من انواع اللبش بتاع مثلا حد يقول لك حماس ولا مش حماس والكلام ده كله. كان اللحظه دي حسيت ان هو كان الموقف ايه مايع شويه، فساعتها بدات انتقده يعني. مم. بلا جانب بقى الحوار اللي حصل بعد 7 اكتوبر، ما حسيتش ان الموقف كان ما كانش المفترض. اكتف مش صراحة. الموضوع كان رد المفروض الفعل مش بقوة الحدث. خالص ملوش، مش بس مش قوة الوضوح. مم. يعني القوة مش لازم يكون الموضوع صح. قوي. يعني انا زي ما بقول، انا دايما بقول ايه آم، واحد زي محمد صلاح كواجهة عالمية وكاسم كبير جدا في عالم الكورة وعالم العالم عموما. ممكن يكون له حسبة مثلا حاجة خاصة بالمقاومة والكلام ده، يكون الموضوع ممكن فيه إيذاء ليه بطريقة ما. بس أنا دايما بقول إيه، إن لو فيديو البنت صغيرة شايلة أختها الصغيرة اللي كانت بتعاني وعمالة مثلا تشدها، لو نشرت الحاجة دي أنا مش هخسر حاجة. طب هو في ما وجهة يعني حتى جوارديولا. في مرحلة انت تقدر تتعامل مع الموضوع بذكاء،
بدون ان انت تاذي نفسك لو في اذى اصلا. وانا كنت محمد صلاح اعتقد انه اكبر من انه يتاذي يعني. وفي نفس الوقت تقدر ان انت تروج حاجه للقضيه للمأساة اللي بيمر بيها اخواتنا. فمحمد صلاح ما عملش كده، هو اختياره، بس انا اختياري برضه ان انا انتقد القصه دي مع انت مش التاكيد على عاجبك حاجه. الموقف بتاع محمد صلاح معنى صح بالظبط، يعني. مع التاكيد على حاجه مهمه، عشان دايما الناس تقول هو يعني البوست ده اللي هيغير. اكيد مش هو اللي في وجهة هيغير. نظر تانية مم. متبنية مم. الموضوع ده مم. بعيدا عن ان انا مختلف او متفق معاه، مم. ان محمد صلاح في مناقشة القضية دي نفسها كلامه بيوجه للغرب مش لينا. مم. فوجهة النظر ان هو الكلام بتاعه لازم يتقال بالطريقة اللي هم عايزين يسمعوها بيها مش اللي احنا عايزين نسمعها بيها، بعيدا عن ان انا متفق او مختلف مع الموضوع ده. مم. انا مش ما لا قلتش يعني، رايي، لا في ناس بس دي وجهة نظر بتطرح. فاهم قصدك. في ناس لاعبين وكان اقل شأنا بكتير محمد صلاح على المستوى الرياضي، وحطوا نفسهم قدام خط النار. النني عملها. وبيواجهوا ناس كتير. بس في نفس الوقت بيواجهوا انتقادات جامدة قوي من الجنب التاني. بص، هو انت الحياة اختيارات. بالظبط. انت اخترت حاجة اخترت تمشي في معينة، الحته دي. اوكي براحتك، بس مش تحمل مسؤولية القصة دي، مش لا. تبعاتها. دايما مش دايما اقصد ان تمسك انت العصاية من النص. الموقف كان واضح يعني. انت انا دايما بقول يا ريتك كنت يعني دايما كنا بنقول لك يا ريتك ما كنت اتكلمت. يعني اول موقف فيه شويه وضوح هو الموقف بتاع الفيديو. اللاعب الفلسطيني مم. اللي توفى، بالظبط. اللي استشهد. اللي من كام وهو سنه. قال لك مين اللي قتل. ده كان اول حاجه ممكن نقدر نقول عليها حاجه بعد واضح سنتين فيها من الوضوح. الحدث. الموقف كانش منطقي. ممكن انا اصبر شويه بعد 7 اكتوبر عشان كانت الموجه عاليه وبتاع، ممكن افهم. مم. لكن بعدها كنش موجود. فانا يعني دي من الحاجات اللي فعلا هتفضل دايما بالنسبه لي. انا برضو بالنسبه لي لعيب الكوره حاجه والشخص حاجه. انا اقول لك فرق ما بين لعيب الكوره وساعة. وفي يعني في كلمه ظريفه قوي صديقنا العزيز لؤي فوزي يقول لك هو لعيبه الكوره هي اللي اختارت اصلا تتكلمنا من بره الملعب. يعني هو لو انا لعب الملعب، انت كل الناس عندها السوشيال ميديا وبتختلط بالناس ومش عارف ايه، فانت اللي اخترت تتكلم. الناس اختارت تكلمنا من بره الملعب. والناس ده مش محمد صلاح بس. في لا، ده اللي انا قلته ساعات حتى مثلا على سبيل المثال لما رئيس الارجنتين اللي تم انتخابه ده مثلا مم. شخص يعني صهيوني شنيع. واحد بص بيجاهر بكراهيته للمسلمين والعرب وحتى يعني ناس كتيرة قوي من الطوائف الأعراق كتيرة يعني. تمام. فأنا قعدت أقول للناس يا جماعة، كنت غضبان حتى في اللحظة دي. كنت بقول يعني مفيش داعي بقى تقعد تشتم حد وتتخانق مع حد عشان خاطر مثلا بلد نصها شجع انتخب الشخص ده. صح. يعني فاهم قصدي. فاهمك. ميسي برضه، حط ميسي مع الموضوع، حط رونالدو الى حد ما يعني موقف ولا اتنين برضه مواقف خفيفه. انا اقصد في النهايه انت عندك دلوقتي يعني برضه اعتقد مفترض 7 اكتوبر دي فتحت شباب عينين شباب كتير قوي عن عندها قضايا اكبر في حياتنا تستحق ان احنا نهتم فيها. نتعامل مع موقف. انا كلنا بنحب الكوره، بس في اللحظه دي تعرف ان انت لا، ما حدش في هيشتري امور اكبر قضيتك، ما حدش دلوقتي. هيراهن على قضيتك. انت دي حاجه بتاعتك انت. وان في ناس ما تستاهلش ان انت تموت وتحيا عشانها. وفي ناس تقول لك انا حياتي بقت احسن لما، او مش حياتي، ده حلم هيتحقق ان ميسي مثلا خد كاس العالم. حبيبي ماشي، بس ميسي اصلا مش مهتم من حلم حياتك مثلا ان انت تشوف القدس متحرره، ولا ان انت مثلا تشوف بلدك احسن. انا مش بتكلم عن ميسي بس، بتكلم عن فاهمك. المشاهير عموما. انت يعني لازم تعيد حساباتك شويه اكتر من كده نتعامل في مع الكوره رايي. كترفيه، يعني يعني هو منتج ترفيهي، خد يا عم حبه زي ما تحبه. خد النيرف زي ما انت عايز، بس في النهاية تبقى انت عارف ان انت عندك حاجات اكبر من كده يعني. بس مم. بالظبط. عاجبني موقفك. وشباب كتير على فكره غير زي انت بتتكلم غير موقفه تجاه محمد صلاح في حته الموضوع ده بالذات، لان في لعيبه كتير اتكلمت. يعني مثلا ايزاك اتكلم، نني اتكلم، مدربين مثلا جوه لا الفرقه كتير اتكلم، كتير. كاتوزو اتكلم. فانت زي ما بتتكلم فعلا موقف محمد صلاح يعني فعلا هو مايع شويه. مم. فبالنسبه لنا او بالنسبه لناس كتير بقى محمد صلاح ما هو الا خلاص انت لعيب كوره. هو مع ان هو رأينا في كانت محمد ممكن صلاح رسالته كلاعب كورة لا خلاف عليه، اه طبعا ده لا طبعا خلاف عليه. ان هو كان فعلا كان ممكن رسالته كرساله. لا انت صراحه تقدر رسالتك تهز العالم كله. انت النهارده العالم كله بيتابعك، انت صحيح. من احسن 3 لعيبه في العالم. وبعدين في منطق كمان بيقول لك ايه، برضو هستعين برأي لؤي فوزي تاني. قال لك ايه، انه لو انت شايف ان راي محمد صلاح او راي اي حد مشهور، بلاش محمد صلاح بس، ما زي ما قلنا محمد مش هو اللي هيحرك. هو مش هيحرر حاجه، بس ممكن يعمل حراك شويه لحد ما. لو انت شايف ان الناس دي رايها مش بيغير حاجه او مش مهم او كده، فالصهاينه نفسهم شايفين عكس كده، لان هم ايه، بيموتوا كل الراي. اي حد بيتعمل له بلوك اي حاجه، هو لو هو مش بيعمل بلوك ليه، لانه عارف ده تهديد التفكير بيأثر في الرأي الجمعي العام. والكوليكتيف. بالمناسبة في ممثلات كتيرة جدا في الأوسكارز اتكلموا وبتاع وكلام، وده راهنوا على مشاكل، ده حاجات أكبر. لأنه محمد صلاح زي ما قلنا هو لعيب كورة مفيش زيه كتير،
لكن في ممثلين رغم ان شهرتهم وقوتهم، بس انا ممكن اروح استعين بممثل تاني. ايوه صح. وهوليوود دي متسيطر عليها بشكل كبير جدا، اكتر بكتير من نادي ليفربول، بس اكتر بكتير من البريمير ليج، رغم ان هم برضو في انفلونس رهيب يعني في مم. القصه دي. ومش مثلا نادي ارسنال اللي هو رئيسه او مالكه ستان كرونكي اللي هو مراته صهيونيه بحته، مم. ومشت العامل الغرف الملابس لمجرد نكال حاجات كده يعني. فاللي انا عايز اقوله ايه، ان في النهايه احنا وصلنا دلوقتي حتى اللي بيتكلم لو قرر يتكلم دلوقتي الموضوع اصلا مات. هتلاقي، لا مش قاصد الصهاينه دلوقتي يقول لك ايه اللي بيتكلم عن فلسطين دلوقتي موضه. ايوه يا عم انا موافق انها موضه، حلو حلو ان انت تعمل ترند الناس حتى تتقرب، توصل الاحساس الجمعي العالمي ان التقرب من فلسطين ده موضه او ان حاجه هتفيدني. مم. ده هيخلي ان تاسيس دلوقتي ان ما يكونش فيه مرحله من الخوف. فاهم قصدي؟ مين اللي بس صنع الموضه دي؟ المشاهير. صح المشاهير صح. لا وصل، صح. كلمة مش موضة دي احنا. بتدعم ان الرأي العام مع اه فلسطين. صحيح بالظبط، الرأي العام والعالم وبتاع، وان اعمل موضه ولبس واغاني. وكان مين مغنيه لسه كانت مغنيه مشهوره نسيت اسمها يا ربي، عامله الاغنيه بتاعتها وعملت اضواء فلسطين وبتاع، وده قلبت لا، الدنيا وبقت يعني الدخلات قصه. كلها دلوقتي حتى في ملاعب الكورة كلها في أوروبا فلسطين كمان بالظبط لازم صحيح. اه بينما لازم كانت دخلات وشعارات. الاوبوزيت بتاعتها اللي هي تايلور سويفت المغنيه هجوم كاسح عليها عشان هي مطنشه ومنفضه وبتاع. اه حلو حلو، حتى لو ده بالنسبه للصين او كذا موضه، خليها موضه، خليها برضه موضه. عامله ده دوشه. بيحرك تبدا العالم. على الاقل يبقى اللي هيتكلم وينطق بالحق يعني، مش صح هيبقى خايف زي الاول. صح. زي ما قلنا اللي بيساهم في الكلام ده هو الناس الكبيره اللي بيتسمع لها مشهوره، حتى لو قالت كلام مش هيغير دلوقتي بس ممكن يغير بعدين على اجيال قادمه. مم. دي حاجه بقى معركه طويله يعني. بس بما اننا جبنا سيره محمد صلاح مم. ونتجه شويه للدوري الانجليزي. يلا بينا. محمد صلاح طبعا فتح لنا سكه في الدوري الانجليزي، ومؤخرا راح مرموش لسه راجع من الاصابه اهو. مهم. قول لي ايه رايك الاول في موضوع البالون دور، صلاح اتظلم ولا ما اتظلمش؟ طيب بص، انا بشوف ان صلاح كان يستحق مركز اكتر من كده، افضل من كده. و يعني انا لو سالتني عن 3 لعيبه بشوف ان هم كانوا اكتر ناس تستحق تكون موجوده في اول 3 لعيبه: عثمان ديمبلي، تمام. محمد صلاح، ورافينيا. مش لامين يامال. ده الترتيب. لا مش من غير ترتيب، من غير ترتيب اي واحد فيهم كان ياخد البالون دور كنتش هبقى مستهجن الموضوع بصراحه. امم اللعيبه دول انا بشوف ان هم قدموا مستوى خيالي وممتاز جدا، الى جانب ان عثمان ديمبلي بس ياخد ايه الافضليه في حته ان هو ايه مع بطولات هو اقل مستوى شويه من فردي من صلاح ورافينيا. اه رافينيا كان مرعب يا جماعه، رافينيا كان رافينيا افضل السباق من كان لامين قصه يامال. تانية. اه وانت اعتقد عبد الرحمن تبقى هو انا ممكن انا توافقني. انا ممكن اوافقك في حته ان رافينيا افضل من محمد صلاح ولامين يامال. اه بس انا بالنسبه لي م. افضل لاعب في العالم السنه اللي فاتت بدري، بص انا بشوف انه كافضل لاعب في العالم. انا بشوف ان دي مبالغه، لانه بيدري طبعا هو افضل لاعب وسط في العالم حتى اكتر من فيتينيا. لكن السنه اللي فاتت لا، فيتينيا كمستوى، فيتينيا وبيدري راس براس، ويمكن فيتينيا احسن في بعض الاوقات. كبطولات، مش كانت بطولات بس مش بس لا، كمستوى. مستوى فيتينيا كان مرعب برضه حلو جدا، ويفضل عليه يعني انا معيار البطولات ده مش بالنسبه لي مش اعلى حاجه خالص، هو تمام، اكيد او مش المعيار بيفرق في ترتيب لكن البالون دور. ماشي. ما انا بقول لك يعني اقصد ايه، انا امتى بلجأ للبطولات؟ لو تقارب المستوى جدا، فلا ساعتها فيتينيا يبقى متقدم على بيدري ممكن يستحق مركز اكتر من افضل من 11. يعني هو لكن افضل لاعب ياخد بالمستوى. هو بالون دور لا، انا مش موافق على لا مش ياخد البالون دور، لان افضل هي لاعب في العالم. انا احنا بالنسبه لي انا بقول رايي ان هو افضل لاعب في العالم، بس ماشي. مين اكتر لاعب يستحق البالون دور؟ ممكن يبقى ديمبلي. دي لا ومش ممكن. ممكن طب هو. ثانية ممكن يبقى ديمبلي مش معلش مش مختلف فاهم عليه. يعني، انت شايف انه افضل لاعب بس لا يستحق انا البالون دور، شايفه ده افضل. لا ازاي؟ مش لا يستحق البالون دور، انا قصدك بمعايير المصوتين؟ لا بمعايير عايزين البالون رايك دور. انت، رايك انت رايي انا البحت بدون اي معايير اه من طبعا. افضل لاعب في شوف العالم، افضل لاعب في العالم السنه اللي فاتت بدري. بيدري. ده رايي انا الشخصي على اللي انا اتفرجت عليه. مم. بس كمعايير البالون دور لا، انا عارف ان بدري مش هيتحط في اول 3، بس ده يخليه مركز 11. وفيتينيا لو هنتكلم برضو في ان فيتينيا مستوى متقارب بينهم، مش هنقول مين احسن، ماشي نتكلم من مستوى متقارب. في العموم فيتينيا بيدري تالت. احسن، في في العموم العموم بدري بيدري احسن. احسن، وانا بالنسبه لي رايي لكن السنه اللي بدري احسن. فاتت فيتينيا احسن. ده يخلي بدري 11 وفيتينيا 3. فيتينيا مش التالت، الرابع تالت. يعني. فيتينيا فيتينيا التالت. ما هو اول 3 ديمبلي اه لامين حاسس فيتينيا. ان فيتينيا الرابع. لا التالت. لا الرابع صلاح. الرابع صلاح صح. التالت. ماشي، فيتينيا جامد جدا، لعيبه بس باريس كانوا مكسرين التالت دي الدنيا. يعني ولا اشرف حكيمي زياده شويه. التالت؟ لا 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 هو ما فيهاش تقريبا تالت. حكيمي الرابع، صلاح صلاح الخامس. الخامس، خامس. او يعني صلاح ورافينيا ورا بعض. مم. بس هو فيتينيا التالت ده اكيد. انا بشوف انه افضل لاعب في برشلونه السنه اللي فاتت كان رافينيا. رافينيا كان روح برشلونه، رافينيا
كان مستواه مش طبيعي، ما ده في كانش رايي. ما كانوش صدقيني اصلا في اول موسم ان ده رافينيا بتاع السنه اللي قبلها. هو ما كانش حتى هو. لحد رافينيا دلوقتي كان مش بينهي الموسم اللي قبله كمان، يعني مش اللي فات ده، اللي قبله كان نهيب كويس من شهر مارس مع تشافي، نهى الموسم كويس جدا، مم. ثم كمل بشكل مش طبيعي في الفتره دي. لكن لو رجعنا لموضوعنا تاني، صلاح، رافينيا، عثمان ديمبلي، ده في رايي. واختار، يعني قصدي ما عادش فيه لعيب تحس ان انتوا ايه، الراجل ده شارخ لوحده اللي هو يستحق. اي ترتيب في الثلاثه مش اه هنختلف عليه. صحيح انا بالظبط ممكن ما كده. اختلفش مع الراي ده برضه. يعني هو رافينيا لا، لازم يبقى فوق لامين ماشي يتحط في اول لامين 5 كان ده مرعب في اخر اكيد، شهرين او اخر 3 شهور. ويتحط في اول 5 دي مش هنختلف لعيب عليها. جامد طبعا. اه بس مم. ان هو يكون التاني وصلاح ورافينيا تحتيه في الترتيب، وكمان فيتينيا فوق اصلا صلاح ورافينيا، لا دي بالنسبه لي دي صعبه قوي. مم. طب هرجع لكلمه صغيره قلتوها انتوا الاثنين بس عشان احنا قول. الدنيا كلها كانت يعني مستنياها. ايه هي معايير اختيار البالون دور؟ عايز المعايير الرسميه يعني ولا ما؟ المعايير الرسميه، المعايير الرسميه المعايير اللي بيختاروا بيبعتوا بيها. للصحفيين، بيكتبوا يقولوا لهم صوت بالاداء الفردي ومعيار البطولات كمان، يعني بيقولوا لهم الاثنين. مم. فده اللي بيتقال، بس الحقيقه انه ما بيحصلش كده. وانا الصحفيين جزء من، قول يا عبد الرحمن. هو انا متهيألي اللي انا لاحظته على السنين اللي فات كلها في البالون دور، اختيارات كل سنه بتبقى مختلفه عن اللي قبلها. المعايير بتحسها على حسب المزاج. اللي هو احنا في سنه كاس عالم النهارده، ماشي احنا هنحسبها بكاس العالم، مزاج الناس الهايب بتاع ميسي بتاع كاس العالم، ميسي اللي هياخدها. تمام. 2010 ما حسبناش بكاس العالم، حسبناها بالاداء الفردي، ميسي ماني برضو اللي خدها. ماني كان ياخدها انيستا 2014 ملناش دعوه بقى مين يستحقها، ساعتها. انا لا، بتكلم. لو معايير كان ما ساعتها هو ياخدها انيستا. لو هتثبتها على معايير ان كل سنه كاس عالم اللي خد بالظبط. كاس العالم، يعني انت كانافارو خدها 2006. اه يعني 2010 برضو ميسي. خدها ميسي. 2014 خدها كريستيانو. جينا 2018 فرنسا اللي خد كاس عالم ما خدهاش جريزمان مثلا، ما خدهاش مبابي، خدها مودريتش. هي ممكن دي تقول ان هي بكاس عالم برضو مم. عشان نهائي وافضل لاعب والكلام ده، بس برضو هو واخد دوري ابطال، فهو انت حاسبها دلوقتي بايه؟ طب هي بترجع بطولات. لقوه النادي اللي هو فيه. هي قوه طبعا النادي الاعلاميه بتفرق طبعا. بيأثر طبعا، في مم. صحفيين بيشجعوا بتفرق طبعا. عادي، بيروحوا مع اللعيبه بتاعتهم طبعا. لكن لما يكون الموضوع بيفرض نفسه بشكل كبير بيتراجعوا الى حد ما. وبشكل عام اغلب المصوتين بيصوتوا بالانطباع العام. ده مم. مزاج، تحس ده المزاج العام يعني ايه. الناس كده حاسه ايه مين احسن. لفت نظر في ماتش ولا اتنين، وانا حكيت موقف يعني مش عارف ممكن نحكيه تاني، عن شخص صوت في الكره الذهبيه في يوم من الايام. انا قابلته كان في 2018، وكان ساعتها في شهر 7. مم. كان في شهر 7، يعني كان لسه على البالون دور شهرين كان البالون دور مع الفيفا ساعتها. مم. فكانت اظن في شهر 12 او شهر 1 او حاجه كده يعني، كانت وقت موجة متاخر ساعتها الى حد مع ما. كان كازاخستان مندمجه بتاعت مع الفيفا. الفيفا. فسالته وانت هتصوت لمين السنه دي؟ قال لي مين؟ انا حكيت لك الموقف ده بس نعيده. مم. روميلو لوكاكو. قلت له لوكاكو يعمل لوكاكو ايه؟ غريبه دي. لوكاكو مين؟ لا، يزول العجب شويه لما تعرف ان لوكاكو كان اليوم اللي قبله، لو الناس تفتكر في ماتش بلجيكا واليابان مم. في كاس العالم، اللي بعد ما اليابان رجعت من 2-0 ل 2-2، فالجون في الاخير، لا اخر لقطه هجمه مرتده، قام مم. لوكاكو قاطع كده سايب مساحه كبيره، مش فاكر اظن دي لدي بروين. بروينا. دي مم. بروين. فدي بروين بص الكره، قام هو مفوتها ودخل، ومش فاكر مين اللي دخلها، اللي هو جاب الجون، اللي اتشادلي. هو من الشاذلي بالظبط. كنت هقول لك لعيب من اصول عربيه. اه مم. الشادلي. حلو. فلوكاكو كان مساهم في الكرة دي، والناس كانت في حفاوه كده بيه شويه، فالشخص فنديله البالون دور. لمجرد والله العظيم ده اللي حصل، انا بكلمك جد، هو ما شرحليش انه عمل كده، بس هو انا فسرت انطباعه انه مقارن لوكاكو عشان كده. طبعا هو عبط، وهو نفسه ما صوتش لوكاكو في النهايه على فكره، لان راقبت التصويت بتاعه. اه مم. شفت بقى القصه هو صوت لمين. بس هو مشي بالانطباع ساعتها، ولما غير عشان خاطر هو ايه، انطباعه اتغير. مم. فده اللي بقوله، انه ساعات ممكن لقطه تدهشه وتلفت نظره خلاص يعني يصوت اللقطة بيها. دي لو كانت حصلت قبل التصويت مثلا بأيام ايوه، انا كان ده مش صوت. كده، انا بقول لو كان حد جاب له ورقه قدامه في ساعتها صوت، كان هيحط روميلو اه لوكاكو. تحطه كده. فاهم قصدي؟ طالما الموضوع ده فعلا. فبعض الناس كده طبعا، في صحفيين كويسين، وبالمناسبه فرانس فوتبول كعجينه تصويت انا في رايي افضل. يعني الناس ممكن تبقى عكس بتاعت فيفا ذا بيست، كباتن منتخبات ومدربين ولاعبين ومش عارف دي ايه. بيبقى فيها مجاملات. كويس، بس مش بس مجاملات، عشان لعيبه الكوره والمدربين ما بيتفرجوش على كورة. بيتفرجوا على يا دوبك على الناس كورتهم، بتاعته. او مثلا النادي المنافس اه وشكرا. هو اصلا يوم السبت او يوم الاحد مشغول طول اليوم في الماتش بتاعه. طبعا. فاهم قصدي؟ فهو هم فعلا بيتفرجوا على كوره اقل من الصحفيين. مم. الصحفيين اللي بيتفرجوا، عشان في صحفيين، واحد من الناس ما بتصوت، وعارفين اسامي ناس بتصوت، مش بيتفرج على الكوره الاوروبيه بشكل مستمر يعني. مم. فهو الموضوع من الاخر احنا مش هنرتاح، هنفضل قاعدين. المصير الجوائز دي معلق ببعض الناس، بعض الناس كويسين بعضهم كويس،
بعضهم مش قد كده. في النهايه نامل دايما ان يكون في تحسين، اختيارات افضل للصحفيين، الجنسيه اختيارات بتفرق افضل يا كذا. طبعا، ايه، الجنسيه بتفرق في حاجه زي كده. جنسيه المصوت ولا جنسيه اللي بتصوت له؟ جنسيه جنسيه اللاعب. اللاعب نفسه اللي هو المفروض يبقى هياخد الجائزه ولا لا. والله يعني بتساهم حاجه بسيطه، بتساهم في خلق الانطباع شويه، مم. لكن ما حسيتش ابدا انه، ما اقدرش اقول 100% ان هي بتساهم بشكل كبير يعني، بشكل رئيسي 100% في القصه. انا بالعكس بحس الجنسيه دي بتفرق في كل حاجه. بحس ان اللاعب لو مثلا كاميروني بيتباع ب 50 مليون، لو برازيلي بيتباع ب 150 مليون، حتى لو الكاميرون احسن. كان ده في مصر. لا لا، في اوروبا، في في اوروبا اوروبا عامه. في كده ممكن ما بقول، بس مش هتبقى حاسمه في موضوع الكره الذهبيه. يعني عمر مرموش وايكيتيكي، واحد ب 90 وواحد ب 80، تصدق عمر مرموش هو اللي ب 80 وايكيتيكي هو اللي ب بص، 90؟ في ظروف برضه، في ظروف حاجات معينه يعني. ليفربول كان ناوي كده يسبلاش. تاني حاجه فرانكفورت كان ساعتها لسه رافض عرض بتاع توتنهام في بدايه الصيف، بالظبط. كان في 25 مليون. فلما لقى جاله عرض كبير جدا فقال تمام. حاجه كمان انه مرموش ما كانش خد وقته في التألق قوي، بينما ليفر ايكيتيكي خد له سيزون كامل بس اه مثلا. آه، في حاجات كتيره بتفرق. يعني هقول لك من الحاجات اللي بتفرق ايه. انا كنت عملت فيديو جايب كامل على القصه دي، في فرق بين قيمه اللاعب وسعر اللاعب. اه قيمه اللاعب ممكن عمر مرموش قيمته احسن اكتر من اكيديكي، وارد. امم بس سعر اللاعب بيتوقف على حاجات كتير. اولا، عامل السن النادي بيفرق اللي كمان. بيشتري معاه فلوس ولا لا، النادي اللي بايع مستغني عن اللاعب ولا لا. يعني ممكن فرانكفورت كان منفتح على بيع عمر مرموش اكتر من منفتح على بيع اكيتيكي، محتاج يتم اغراءه تاني. امم طب مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال، هو الكسندر ايزاك مثلا ممكن سعره بالشكل ده، هو ده قيمته؟ لا، هو ممكن سعره اكتر لان نيوكاسل مش عايز يبيعه. صح. ايوه بالظبط. فبتفرق جدا القصه دي بشكل كبير مع سعر وحاجات كتيره بقى. موسم انتقالات صيفي ولا شتوي، اه اللاعب دي بتفرق ده فعلا. سنه قد ايه، قصص صح. كتيره جدا بتفرق قوي في معايا. سعر لاعب، مش لكن قيمته تفضل ثابته. مم. اللي انت بتشوفها من الاخر في الترانسفير ماركت. فاهم؟ بيقول لك قيمه ماركت اللاعب فاليو 80 مليون، وسعر. مم. سعره حاجه وقيمته حاجه. بالظبط كده. امم بالنسبه ايه رايك في اداء واحنا في الدوري الاسباني ليفربول السنه دي بكميه صفقاتها دي كلها؟ ليفربول الدوري الانجليزي الدوري اصلا. انا الانجليزي. قلت اسباني، اه. معلش غلطان عادي، بقى عشان يعني. بس اول ما تشوفني تفتكر الاسباني على ايوه، طول. ما هو عطا الدوري الاسباني برشلونه. وفوقك على طول شعار برشلونه، فانت والله. فاهم. شوف. ماشي. بنكمل كلامنا يعني على ان احنا مم. لسه في الدوري الانجليزي. ف مم. صفقات ليفربول، بما ان جت السيره بتاعت ايكيتيكي، مم. ليفربول بقى له 4 سنين تقريبا ما عملوش صفقات. اه. السنه دي عمل حاجه غريبه مره واحده كده، انفتاح رهيب. فك لا، الحصاله. كنز علي بابا. فك الحصاله مم. وفجاه هبوط مستوى الفرقه، ومره واحده محمد صلاح يقعد ماتشين ورا بعض، مم. ده وامبارح حوار. موقف تاريخي. فالموضوع ده كبير شويه. بص، هو حوار ليفربول ده اصلا بالنسبه لي كان شيء غريب. انت تجيب ايكيتيكا وبعد كده تفضل مصر الاصرار الغريب ده على ايزاك. يعني مش عارف وجهة نظرهم. لان اللعيبه دي حتى مش سنها كبير مثلا، ففي واحد مثلا هيسلم التاني. اه اللعيبه دي هتيجي تفضل طول الوقت تتخانق على المركز الاساسي. ففكره ان انت تحط الاثنين لعيبه دي في الموقف ده، شايف ان هي مش حاجه مفيده قوي. شفنا مثلا ايكيتيكي بعد ما كان بدايته قويه، اول ما جه ايزاك مستواه قل شويه، ولما بقى يشترك بقى اناني شويه. مش نافعين مع مش بعض. عايز يباصي، ايوه مش نافعين، وعايز يثبت وجوده، فمضطر يبقى اناني شويه. ده حصل مثلا في لقطه ما بصاش فيها ايكيتيكي الكوره، كان صلاح فاتح معاه بشكل كويس قوي، ما بصلوش الكوره في، اظن كان في ماتش مانشستر يونايتد، ايوه. الماتش اللي فات. شاط الكوره ايكيتيكي. صحيح. اه زي بينما صلاح برضو مش بدا، مش رجع تاني، القصه بتاعت ماني دي بقى تظهر تاني. صلاح بدا ما يبصيش هو كمان، عشان هو نفسه القصه بتاعت الاحتياطي وبتاع. مم. كنت انا شايف ان صلاح بدا الحرب بدري قوي. اه يعني بدا استعجل. ناس تقول لك لا، هو لازم يوري العين الحمراء من دلوقتي. انا اللي هو مش انا نجم. مش بس انا هتقعد تبيع ليه وتشتري وجهه فيا. نظر عاطف في القصه دي. قول لي. هو صلاح دايما بيجي له وقت في الموسم بيقول له 3 4 ماتشات كده مش شايف. مم. ده دايما لما بيبقى راجع من عند منتخب مصر بيبقى بالظبط. هي دي الفتره، بس المره مش دي شايف كانت مع منتخب مصر ويرجع كويس. ويقعد له ماتش بره ولا اتنين، وفجاه تلاقي صلاح البطاريه اتشحنت. مم. انت فاهمني؟ بس موقف امبارح اللي غريب بتاع محمد صلاح ده، مم. غريب جدا يعني. مم. ان هو حتى قاعد بره، كنا استغربنا ان هو قاعد بره، وهو نازل فاقد الشغف، مم. مش عاجبه. اه. حتى هو نازل كان في كورتين كده ممكن يلعبهم باص، دايما بيعملها، حتى بيعمل اصعب منها، مم. ما عملهاش وأنم فيها. آه، يعني ما عجبوش هو مش عاجبه ان هو قاعد بره. وجي بعد الماتش راح شايل ان هو لاعب في ليفربول. لا لا، هو شال البروفايل بيكتشر، بس الناس شال. افتكرت ان هو شال البايو. هو اوريدي ما كانش فيه بايو. يعني هو اوريدي ما كانش فيه بايو.
اصلا هو شال بس صورة ليفربول. شال صوره ليفربول وحط مم. صورته هو عشان وبناته. برضو للأمانة ونقل المعلومة بشكل صحيح. هو بص، بغض النظر عن ايه التفاصيل، رايك في الموضوع اصلا؟ ما انا بقول لك، هو محمد صلاح يعني هو نجم طبعا، بيتعامل كنجم وعايز طول الوقت يعامل كنجم. ورغم ان انا دايما من الحاجات برضو اللي كانت دايما كانت تخليني ابدا احس كده صلاح، يعني ده الشروخ اللي بدات كده خفيف خفيف قبل ما تظهر الشروخ الكبيره اللي بقول لكم في شعوري تجاهه، يعني ان صلاح كان ليه شخصيه معينه كان بيوريها لنا كده معينه. سيبك من التدين وسيبك من القران والكلام، مش بتكلم على القصه دي. صلاح كان تحس ان رامي عباس قرر ان هو عايز يخليه الباد جاي، اللي امم هو اللي انا كريستيانو رونالدو او زلاتان ابراهيموفيتش. اه مش لايق عليه، مش حاسسها لايق. يعني في قصه ان انا دايما ايه اختاروني، انا احسن لعيب في كذا. هو على فكره هو احسن لعيب فعلا، بس لما مش لاقي بتطلع عليه منك الشخصيه بتبقى دي. مش لايق، مش شايفها لايق، مش مرسومه عليه. بيقسمها دايما في اللقاءات بتاعته مع صفح الفانتازي. كله ايوه، بالذات 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 زي الفانتازيات لما بيسالوه في الاول يقول له وبتاع، دايما لا كابتن، اختارني انا كذا ومش عارف ايه. وانا دايما الكابتن في تشكيلتي وكده. وبالمناسبه يعني لو حتى بصينا كده دايما كنت هتشوف ان صلاح مش في الشله اللي في ليفربول، اللي هي الشله الرئيسيه كده، زي ما تحس انه طبعا هو اكيد الجنسيه واللغه بتفرق وبتاع، في كده. بس فان دايك مثلا كانت شله مع الانجليز وفي اللاتينيين لوحدهم. امم صلاح كده مثلا كان مره مع كان لوفرين الاول ثم مع مع لوفرين سيميكاس. ودلوقتي لوفرين دلوقتي ثم سوبوسلاي. الى حد ما يعني. صفى الناس المهمشين في الفرق. الى حد ما يعني. دي ممكن ما تبقاش ذنبه بالمناسبه، بس اقصد ان هو صلاح هو نجم الفرقه مفيش كلام. بس رامي عباس دايما كان بيحاول دايما يعني يقول له اثبت انك النجم ده، او يعني ايه، صدر فكره انك النجم اللي انت يعني انا ايه انا وبس. طعمي مر. اه انا لا، ما تفكرش تغيرني، انا هعمل لك مشاكل، انا هعمل لك كذا. في طريقتين، الطريقه هو اختار الطريقه بتاعت ان انا من الاول هبقى واضح يعني. كل واحد في مكان، مش يعني انا مش في مكان محمد صلاح عشان احكم 100% ده القرار صح ولا لا، هو الادرى في القصه دي. بس انا اللي بشوف بنشوف ان النتائج بتاعت انا القرارات. صحيح، انا برضو بشوف انه ايه لاعب الكوره، ودي اللعيبه حكيتها كتير ان هي بتفكر في المنظور بتاعها هي بس، مش منظور المدرب اللي بيدير الايه امم الفرقه دي كلها. وانا حتى في الخطه وانا كذا وكذا، الا اللعيبه بقى اللي هي فكرت وكانت مشروع مدرب من بدري زي دي بروينا مثلا. دلوقتي هتلاقيه ده مدرب، هتلاقيه مدرب جامد غالبا، الا لو قرر انه يفك من الكوره دي خالص. او ناس بتتكلم على تشابي الونسو كان كده، والناس عندها الشخصيه دي الى حد كبير. فمحمد صلاح بيبص من المنظور بتاعه ده، بينما ارني سلوت كان شايف المنظور الاكبر. المنظور الاكبر بيقول له ان محمد صلاح مش في افضل حالاته في الفتره الحاليه. محمد صلاح محتاج ان هو يعرف انه القصه مش تسجيل بس، لان محمد صلاح كان ساعات في اوقات كانت الناس بتقيم مستوى محمد صلاح بالاجوان. امم محمد صلاح رغم انه قدم مستوى مبهر بأتم معنى الكلمه السنه اللي فاتت، لكن قبل كده كان في اوقات فعلا مش بيقدم مستوى كويس، وناس تقول محمد صلاح متألق لمجرد انه يسجل جول. فاهمين قصدي؟ ايوه ده ايوه كان بيحصل فعلا. فانا احساس ان صلاح بيحاول يعمل القصه دي دلوقتي، امم ان هو بيحاول عايز يجيب الجون باي طريقه عشان يرجع نفس الصيغه دي. رغم ان كل الواضح للعيان بالنسبه لنا ان محمد صلاح مش في افضل مستوياته حتى التهديفي. بس ده برضو مش ذنبه هو، عشان نكون منصفين. ليفربول كله، وده هيردنا لليفربول تاني، عنده مشاكل. فريق اولا عنده سوق انتقالات كبيره في عميقه دخل جدا، كتير دخل لعيبه لعيبه جديده كتيره عمل له مشكله. في لعيبه صدمنا مستواهم حتى الان، اهمهم اتنين كيركز وفيرتس. اه اتنين مستوى سيء جدا، مم. بالذات كيركز على المستوى الدفاعي وايزاك عمليه لسه ما مشكله. جاش. وفريمبونج على وفيرتس طول مصاب، اتصاب برضه الماتش اللي فات. لا، بس فريمينج حتى هو موجود، دي من الحاجات اللي كنت لسه مشكله هتكلم عنها، انه ارني سلوت قرر ان هو افضل لاعب في ليفربول حاليا في الوقت الحالي فعلا سوبوسلاي ما بيستفيدش منه بالشكل موضوع سوبوسلاي الكامل، باك رايت ده ويخليه غريب باك جدا. رايت. رغم ان هو بيأدي لحد ما، بس انت عندك فريمبونج وعندك ايه برادلي، فانت ما فيش لحظه قررت تلعبهم، او يعني احيانا كنت تلعبهم، بس في اوقات اصرار غريب ان يكون هم ما يكونش واحد من الاثنين. انا ما اظنش انت جايب فريمبونج عشان يبقى بديل صلاح، بس مش منطقي ابدا الكلام ده. مم. الا بقى دي صفقه غلط صح. ببساطه كده. يعني كيركز انا مش جايب لعيب خلاص يا باك شمال يبقى عشان روبرتسون تراجع مستوى، خلاص مفهوم. لكن اجيب فريمبونج عشان خاطر يفضل لي يبقى استنى انه يكون بديل صلاح، مم. مش منطقي. مم. فيرتس واحد جاي من بوندسليجا دوري شبه البريمير ليج بس جودته اقل، فهو جاي يتخض من مستوى العنف اكتر، المساحات اقل، الوعي التكتيكي اكبر، وانا فعنده برضه وجهة الصدمه نظري دي. كده في حته فيرتس. صحيح، الى جانب ان هو عامل مشكله ايه كمان، ان فيرتس
واخد مكان اهم لاعب في الفرقه او افضل لاعب في الفرقه السنه دي اللي هو سوبوسلاي. مم. فانت مش مستفيد، يعني انت مش بس عندك متضرر ان فيرتس وحش، لا ده انت كمان مش عارف تستفيد 100% من سوبوسلاي، يعمل لك مشكله. اخيرا وطبعا دي حاجه واضحه جدا بشكل لا تخطئ العين، يعني مستوى الدفاع وحش جدا، خالص. مستوى فان دايك وحش جدا، كوناتي اقل. لا 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 يعني مستواهم وحش جدا. تخيل تبقى عندك 3 لعيبه في خط الخلفي والى جانب باك مش باك، ده الخط الخلفي بتاع ليفربول. فان دايك مستواه اقل بكتير، كوناتي اقل كوناتي كوناتي اقل مستوى كتير، وكيركز وحش جدا، اه وسوبوسلاي اللي موجود احيانا بيلعب كويس احيانا مش هيأدي في نفس القوه، وارتكب خطأ في ماتش جالاتا سراي. مم. فالدنيا مع اصابه ملخبطه، كمان الدنيا مدهوله يعني. اليسون، فالدنيا مش احسن حاجه. وان كان يعني ممرداشفيلي تبعنا يعني حارس كويس يعني لا بس طبعا، لكن ممرداشفيلي طبعا اقل من اليسون لحد ما. اه دلوقتي المتغير الوحيد مم. بين السنه اللي فاتت والسنه دي مم. فرق مستوى ليفربول هو الصفقات. كان نقدر نقول ان دخول كميه الصفقات الكتيره، وطبعا كلهم لعيبه كبار، اللي لما دخلت ليفربول مره واحده ممكن تكون هي اللي عملت المشكله. هي السبب الرئيسي، السبب الرئيسي، بس في حاجه زي ما قلنا تراجع مستوى بعض اللاعبين مفيش كلام. طب ده ما تكونش عيب مدرب؟ لان احنا مثلا قصه تيكيتيكي وايزاك شفناها قبل كده مع فيرمينيو وجوتا. شفناها الاثنين مهاجمين، والاثنين مستواهم قريب من بعض، والاثنين بيلعبوا، والمداوره بينهم بتقدر تخلي في اوقات كان بيحط جوتا يمين شمال ساعات، ما لما جمال ما كانش موجود، في او الاول. جوتا تحت اه فيرمينو. وفيرمينو ما كانش عنده القصص دي، يعني الراجل كان قاعد جاي بيتسلى مبسوط ده روحه ربنا حلوه، يبارك له. شايف عمال بس يصلح بين صلاح وماني طول اليوم يعني، ده اللي كان بيحصل. مم. ف... طبطب فاعتقد عليه الظروف شويه. مختلفه، مم. واتنين لعيبه لسه جايين جداد، حتى مش واحد جاي على التاني فالتاني يعني سيتلد شويه، لا ده اتنين جايين في نفس الموسم الثلاث، منهم واحد كان ممكن يرتضي، يعني عارف لو كان ايزاك جه قبل ايكيتيكي مم. كانت هتبقى الدنيا اسهل. ليه؟ بالظبط. لان ايكيتيكي جاي وانت عارف انها هتبقى بديل لايزاك، لكن انا جيت 90 مليون وممكن كان عندي عروض تانية او مهتمين اخرين، لا وبدايه صح. وجيت قويه. بدات بالظبط، وجيت بدات بشكل كويس قوي، فجبت لي انت مدرب لعيب اجمد مني او قصدي اغلى مني عشان يلعب عليا، فهتحز في نفسه وتخليه دايما كل ما هينزل هيشوف المنظر اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي. صح. لا الدنيا ملخبطه. طبعا المدرب عنده دور، بس يعني معرفش سوق الانتقالات هو مش هو اللي بيتحكم فيه لوحده، يعني في ليفربول او اغلب الانديه دلوقتي ما بقتش المدرب هو اللي بيتحكم في سوق الانتقالات لوحده. مم. بس يا سيدي ندخل بقى في الكلاسيكو، كلاسيكو. نتكلم بقى كلمتين حلوين كده. شكله كتير. ماشي، انت تاني ناكل كتير. ايوه انا مش فاكر اخر مره خسرنا امتى اصلا، الماتش الودي باين بتاع، ولا خسرنا انت جون بلينجهام معلش هتشوف. من زمان قوي يعني مش فاكر. شوف انا انا فاكر مستني 4 الماتش ده. و5. الفرقتين الدفاع ملوش، بس الماتش ده متفائل خير يعني. انت متفائل خير؟ اه والله انت صعبان عليا. لا هو ممكن طبعا، بس اقصد الثقه، يعني الثقه بتاعت ان انت هتشيله كتير وبتاع، مش عارف جبتها منين، لكن عادي وارد جدا ريال مدريد يفوز عادي يعني هو ماتش. وارد ريال مدريد يفوز، بس يعني باللي انا شفته اه الماتش اللي فات، اه كل نقط الضعف بتاعت برشلونه بتاعت ريال مدريد هي نقط القوه بتاعت برشلونه. والعكس، لا ليه؟ كل نقطة ضعف برشلونة هي نقطة قوة ريال مدريد. هو انا مش هختلف معاك جامد، لان نقط الضعف بتاعت برشلونه كل الناس بقت عارفاها، بس ريال مدريد لعيبتها تعرف تستغل نقط الضعف دي. ليه ما تستغلش ليه؟ ما انا بقول لك تعرف تستغل، ما انا بقول تعرف اصل تستغل. هو كلامه صح، يعني بس ماشي، هي مش نقط قوه ريال مدريد قوي، يعني نقط قوه ريال مدريد ليه ممكن. امبابي مش نقطة قوة؟ لا امبابي نقطه قوه لوحده عامه على اي فرقه. اه ملهاش علاقه ده ببرشلونه. بسم الله الرحمن مبابي الرحيم. احسن السنه دي، احسن لعيب في العالم. امبابي ممكن. هو دلوقتي ايه واحسن لعيب في احسن ريال لعيب في العالم. مدريد، ممكن. والسنه اللي طبعا فاتت احسن قد لعيب في ياخد ريال بالون دور. مدريد. انا اقول لك على حاجه في قصه امبابي وريال مدريد. يعني انا كنت شايف ان السنه اللي فاتت امبابي لما راح ريال مدريد خلى ريال مدريد اوحش، بس هو احسن لاعب في ريال مدريد. هو مع خلى ان هو ريال خلى مدريد ريال اوحش مدريد عشان كفريق اوحش. كان لسه انشيلوتي رودريجو وفينيسيوس ومبابي والتوظيف ده هنا ولا لا ده هنا، لا ده فيرود ده لا هاف. انت كان عندك 3 لعيبه ما بيدافعوش، او 3 لعيبه اللي هم ايه، كساليين شويه، ادوارهم الدفاعيه ما بيقدموهاش قوي. رحت حاطط عليهم لعيب رابع. اي نعم هو مبابي، يعني مبابي بوتنشال بالون دور عادي كل سنه، اه اصلا كل سنه هينافس على البالون دور، وهي كل سنه ممكن يبقى احسن لعيب في ريال مدريد. بس هو ضعف الفرقه. هو انت كان عندك 3 خليتهم 4، ضعفها فانت ازاي؟ كبرت الازمه. حلوه دي، ما هو ده، ما دي الفكره. حلوه جدا. وعمل ازمه لكن ما ضعفش الفرقه. ما هي دي تركيبه غريبه. احسن لاعب مين في اللي ما عرفش الفرقه يستغل خلى الفرقه اضعف. ما هو مين اللي ما عرفش يستغل التركيبه؟ كانت بقى نتكلم في انشيلوتي، مم. وهنيجي من الاول خالص ان ما انت هو بيقول لك دلوقتي برضه ودلوقتي على فكره بنتكلم على دلوقتي ماتش يوفنتوس مع ريال مدريد
تقريبا الشوط الاول، نص الشوط الاول كله حاسس ان انشيلوتي اللي بيمر، ما حسيتش ببصمه تشافي الونسو. اجتهادات فرديه، قلقان، مرجع يعني مثبت لعيبه كتيره ورا، مش بتحاول ان انت تدي حريه اكبر للعيبتك. ما عندك يعني مش قادر تستفيد بكاريراس مثلا، طب دخله قلب الملعب وطلع مدافع، او طلع دخله قلب الملعب سيب فينيسيوس يعني حاول تخلق حلول، بس هو برضه مأمن بسبب ان انت عندك لعيبه قدام ما بتساعدكش لو كرة اتقطعت لا هو منك. مأمن لسبب تاني كمان. دفاع ريال مدريد انت كل ماتش بتلعب باتنين شكل، بتلعب بتلاتة ما مش احنا برضه مش هنجيبها كل مره في الاثنين مدافعين، ما فرق حلو. كتيره بتعاني من حلو. الموضوع ده. الفكره برضه في انت بقالك المهاجمين اللي ما سنتين، بقالك بيدافعوش. سنتين مش عارف عطا، مش عارف يقف على الاربعه اللي ورا. مم. ده حرفيا كل ماتش باتنين شكل. ولو وقف ايه الفرق؟ ما بتفرق معاه، انا هامن بمين؟ ما هي بتفرق في ايه؟ ما انت برضو عندك هتفضل عندك نفس الازمه، انت ظبطت الاربعه انا المدافعين. مش هتكلم في تحليل قوي لان برضو انا مش ماشي، انا فاهم عطا قصدك، موجود. انا فاهم انت قصدك، انا فاهم؟ فاهم قصدك. فانا اعتبر عطا. يعني هو بس اللي انا عايز اسال بتكلم سؤال، فيه. عايز اعرف حاجه. قول. ليه الناس محمله تشافي الونسو وهو لسه ما كملش 10 12 ماتش؟ محمله تشافي الونسو حته ان هو عايز يلحق يطبق اللي كان بيعمله في ليفركوزن في ريال مدريد. عشان هو جه عشان كده يعني هو هو جه عشان كده اصلا. تشابي الونسو جه مش عشان هو مثلا سيرة ذاتية جبارة لمدار 10 15 سنة. هو جه عشان خاطر عمل شكل معين للفرقة، وريال مدريد فيها مثل حاجة بقى له فترة طويلة انه يعمل شكل، فهم جايبينه عشان كده. لو ما تعملش الشكل ده اتبقى لك ايه؟ بس انا عجبني قوي النقاش اللي بينكم ده، لو هو بيمثل اغلب النقاشات بين البرشلونيين والمدريديين اه بنفس الشكل. واحد بيتكلم على الشكل الجماعي اكتر، اه واحد بيتكلم على ايه، نركز على خط الدفاع والقدرات الفرديه كل لاعب. ودي على فكره فلسفه كل مشجع صح. برشلونه وريال مدريد. برشلونه دايما بيفكروا في شكل الجماعه اكتر، مدريد بيفكروا في قدرات كل لاعب ويركز على اللعيب ده في اللقطه دي كان عامل ايه ومش عامل ايه. بس المنظومه الجماعيه يركزوا معاها طبعا، مهتموا بيها، بس مم. مش بنفس، ما بتاخدش نفس الحيز اللي بتاخد عند البرشلونيين والعكس. فكانت حاجه انترستنج كده بالنسبه لي. عبد الرحمن قال حاجه كويسه عجبتني في قصه مبابي. آه، ده مش ذنب مبابي، ولازم يشوفوا له حل. فكره ان اللعيبه اللي هي ما بتدافعش، مم. بس ده مش ذنب مبابي زي ما قلنا. في نفس الوقت هو تشابي الونسو حاول يحلها شويه بفكره انه يكون اردا جولر يكون عنده محاولات الدفاع، بس هو يعني الرغبه موجوده لكن القدره مش موجوده مش زي ما موجوده بنقول. فعلا. لفت نظر لحاجه بتاعت ماتش يوفنتوس لما قال ان هو كان في عدم مخاطره من بعض اللاعبين. وانا صح. عايز ازيدك يا عبد الرحمن من القول ان عمل كده في ماتش ختافي. اه اه ماتش بالظبط. ختافي في لحظه قعدت اقول، انا كنت في الراديو ساعتها، كنا في راديو سبورت، قعدت اقول يا جماعه تشابي الونسو بيلعب ختافي اللي هو مش يعني واحد من ما اقل عندوش الفرق اللي حاجه اصلا. بتفكر تهاجم اي فريق منافس. هو محله الليجا من الاخر، صح. المحله بتاع الليجا يعني. ومش بيفكر يخاطر بالباكين. الباكين ما بيطلعوش تقريبا، واحد يا دوبك واحد ممكن يطلع كده مره كل 3 هجمات والتاني ثابت. فتشابي الونسو عند القصه بتاعت التحصين ده او فكره اللي عمل زيادة عن حساب. اللزوم. هو مش عن اللزوم برضو السبب، ما هو ده اللي هيردني لنقطه تانية، ان هو لما فكر بقى يهاجم شويه بقى يوفنتوس عمل شوارع في دفاع ريال مدريد. صح. لما بيحط مدافع ريال مدريد ده هيوصلنا لحته القدرات برضو اللي هي عندك حق فيها. اه يعني انتوا الاثنين عندكم حق بطريقه او باخرى. في اللحظه اللي انا لازم اراهن على قدرات لعيبتي الدفاعيه مش المنظومه الجماعيه اللي هي ايوه ايوه. المفترض الاهم اه. دفاعيه، لان الفريق المفترض كله يدافع ككتله واحده. بس في المرتدات طبعا لازم تدافع المرتدات بشكل كويس، بس بتعتمد على القدرات الفرديه اكتر. مم. صح؟ صح. لان عدد اللعيبه اقل، فطبيعي مظبوط. الجماعيه بتقل وتبدا التركيز في الفرديات. ففرديات مدافع ريال مدريد برضو مش قد كده. قليله. وانا في لقطه اتكلمت عنها بتاعت لقطه راؤول اسينسيو اللي ايه قدر عمل فيها انقاذ، يبقى بالنسبه للجماهير مدريد خارق. هو اه حاسس ان منقاذ هي انقاذ غلطه مهم. من الفيرود. بس هو لا، هو غلطه من اسينسيو اصلا في الاول. بالظبط. اه هو اللي بايع نفسه وبيتزحل على كوره، واحد هيشوط الكوره من 20 25 متر من وضعيه صعبه اصلا، وقام مم. متزحلق. بتزحلق ايه يا حبيبي؟ مم. ما اعمل بلوك عادي وانت واقف مكانك كده. بصراحه. وما عرفتش تعمل بلوك خلاص اتحرق، بس ما تضيعش نفسك من الكوره. صح. وبعدين انت صلحت غلطك، بس لان اوبين ده كان بطيء جدا، ولانه ما حطهاش على يمين كورتوا، حطها على يمين كورتوا كان استحاله اسينسيو يجيبها. فالريال مدريد عنده لسه مشكله الجماعيه ايوه، بس ده لازم يعمله لان هو اصلا ده راس مالك يا تشابي الونسو. انت لسه مش جاي من 3 دوري ابطال مش واثنين عارف يعمل دوري انجليزي التركيب. انا شايف ان هو حاسس ان هو ايه، ما هو المشكله في ناقصه ريال مدريد التركيب. ان انت عشان تخلي عندك التركيبه دي لازم اللعيبه الموجوده والنجوم دول اللي يقتنعوا بان هم يبقوا جزء من منظومه، مش جزء من ابراز القدرات الفرديه لكل صح. لاعب. ودي عمليه صعبه ومنخوره ومعششه في دي ان ايه ريال مدريد، ان مم. انت اللعيبه تبدا تتفاعل مع الوضع بالشكل ده.
انا مش بقول بينما يعني برشلونه ملايكه ولا حاجه، بس تحس ان لعيبه برشلونه عندها ما عدا ودي حاجه مش كويسه في لامين يامال دلوقتي، ان عنده ده حقيقي. الفرديه بدات تظهر فيه بشكل كبير، مش الفرديه ومش بس. بيلعب للفرقه قوي وبتاع ومش عارف، مش عايز ياخد لقطه. هو اصلا نجم طبعا وكل حاجه، بس في لقطات كده بتحس ان هو بطريقه او اخرى يعني بيلعب على اللقطه اللي شكلها حلو بقى بتاع. بيكسل كتير وبقى اناني صحيح. بزياده. عمره قصير في الكوره على فكره، ايه، من الناس اللي هيبقى عمرها محدش قصير عارف في الكوره. لسه، ممكن خلاص. يعقل شويه ويفوق لنفسه. هو ولد صغير قوي بصراحه، فالعمليه صعبه والاغراءات رهيبه بصراحه. يعني الإغراء. الموضوع يعني عايز اي حد مكانه اراده صعب، مرعبه، عايز اراده مرعبه. تبقى صعبه. لكن في نفس الوقت كل لعيبه العالم عندها نفس الاغراضات دي بطريقه او اخرى يعني. وهو بيختار، كل لاعب كوره بيختار ازاي يعني ايه يتعامل مع الوضع ده بالشكل ده. فريال مدريد لازم يوصل للحته ان هو يبقى يقنع اللعيبه القصه دي. بس القصه دي هترجع لو رجعنا ورا شويه اكتر، انه في رئيس نادي هو اصلا اللي ممكن دي يكون فلسفته. ضاغط يعني. وفي حاجه مشهوره جدا على يعني فلورنتينو كان رونالدو حكاها عن لوكسمبورجو، رونالدو الظاهره، اه عن لوكسمبورجو لما كان مدرب لريال مدريد، وهو حاول كده يعمل قصص يعني، حاول يريح شويه نجوم ويحاول ان هو يضغط عليهم بالدكه ومش عارف. فلورنتينو بيريز يعني راح ايه، كان هيسيب له يعني. يقول له انت اه انت قاعد لي بلينجهام دكه، انت عارف بيبيع لي كام تيشيرت ده؟ مثلا ازاي ممكن تقعد يبقى لي كده دكه؟ عادي اه والله. جدا. فهو دي لسه ما حاجه جاش السنه دي بالانجاز. مشكله عويصه جوه ريال مدريد. انت عايز شخص يا اما يبقى نجم قوي زي زين الدين زيدان مثلا، او يبقى مدرب مقنع جدا للاعبين كفكر، بس لازم ياخد اللحظه اللي يعرف يثبت فيها فكره ده عشان يبقى اللعيبه دي تبدا تحس ان هي كذا. بس برضه انت محتاج شخص ما يكونش اناني، لان هو صح. برضه في النهايه حتى لو انت مقتنع بيا كمدرب، ممكن في لحظه ان انا افشلك لان انا حاسس ان انا دوري قل. امم ما هو بينيتيز عمل معاه كده، هو بينيتيز مدرب وحش. ده- بينيتيز ممكن كان دلوقتي يبقى مدرب وحش، بس هو بينيتيز جاي من ريال مدريد وهو يعتبر الى حد ما مدرب كبير يعني. ليفربول كان نجح معاه، فالنسيا نجح معاه، فشل مع الانتر. اه تمام. بالتالي فشل مع تشيلسي ولا قبلها مش عارف، بس كان بتاع في تشيلسي ما تشيلسي مشيش الحال كويس. وما خدش اه حاجه. ما هو الانتر وتشيلسي الاثنين ما مشيش معاهم قوي. فراح ريال مدريد. فالناس تقول لك ايه، فلورنتينو قصدي رافا بينيتيز فشل مع ريال مدريد. اوكي، بس هل هو جات له فرصه اصلا ينجح؟ لا، لان اللعيبه مش مقتنعه بيه. طب مم. هل انت اديتني كلاعب فرصه ان انا اقنعك؟ لا، انت اصلا مش مقتنع بيا، فانت عمال تتخبط فيا وما بتسمعش كلامي يعني عارف انت اللي هي النبوءات المحققه لذاتها كده. انا اصلا مقتنع ان انت مدرب وحش، فمش هتعامل معاك كويس، فالفرقه هتفشل، فهقتنع، هبقى هثبت وجهه نظري. مم. بينما انا وديتك فرصه يا رافا بينيتيز ان انت تثبت قدراتك، ممكن تمشي الدنيا تطلع مدرب كويس، فانا اسمع كلامك. فلعيب الكوره عمليه معقده، اداره لاعب الكوره، لعيبه الكوره الا من رحم ربي يعني، هي شخصيات صعبه مم. التعامل معاها. ودي حتى في مصر وفي حته تانية، واللي يقول لك يعني اللي بيتعامل مع لعيبه الكوره بشكل منتظم يعرف قد ايه الموضوع صعب، وقد ايه الايجو عندهم مش قليل. واللعيبه دايما كلها شايفه نفسها في منزله هي برضه مخليهم لعيبه الكوره. يعني هو اللعيب لانه عنده الانا الى حد ما عاليه، فهو اصلا بقى لعيب كوره. لان لعيب الكوره ساعات ممكن يدوس على حاجه، مش يدوس على غيره بس، لا مش قاصد، يدوس على مشاعره في حاجات، يدوس على ان هو ممكن يباصي ويشوط الكوره عشان ياخد لقطه كويسه يسجل منها هدف فيعلى اسمه، فممكن يتاخد في حته. هي صراع صعب انساني صعب، مخلي اللاعب الكوره احيانا بيخرج منه شخص تاني خالص على قبل ما يدخل مجال كرة القدم ده. مم. فإدارة القصة دي عملية صعبة على تشابي ألونسو، وعايزة محاولات مستمرة منه. هو بيحاول دلوقتي يدير العملية بشكل كويس. في اللحظة كان هيخش في لحظة صدام مع فينيسيوس جونيور، ثم تراجع الأمر لحق وبدأ ياخد فينيسيوس جونيور بالراحة كده وتمشي الأمور، وكان لأن قبلها فينيسيوس بدأ رودريجو. يتحسن إلى حد ما. محتاج بيلينجهام يكون موجود، وبدأ يظهر في الماتش الأخير بتاع يوفنتوس لما سجل. مش التسجيل، عارف مش هو بيت القصيد، لكن مساهماته التهديفيه مع فينيسيوس مهمه عشان ما يكونش بابي الرجل الاوحد. صح. بتبقى عمليه قصه ماشيه كده مع القصه اللي هتفضل ازمه، لان هي بقى دي ازمه قدرات بقى بالمناسبه. الجماعيا دايما بيفرق، لكن ريال مدريد ما عندوش لعيب زي بيدري، بالظبط. ما عندوش لعيب زي بيدري. شاوميني. تشواميني شاوميني ادوار وفالفيردي، وحشه. فالفيردي لعيب كبير بس مش لعيب اللي هو يقدر يدير خط وسط. فريال مدريد ما لم يعد العده مكان لفكره كروس رحيل توني ومودريتش. كروس ولوكا مودريتش، لان عنده رئيس نادي برضه مقتنع ان انا خدت البطوله انا بقى تمام كده. صح. بينما ريال مدريد كان واضح جدا ان هو الدنيا صعبه جدا، تقع. وعمليه بتروح منه بعيد. فهي عمليه معقده وقصه كبيره عشان خاطر الدنيا تمشي. بس هل الفريق وحش؟ لا، ما اقدرش عليه وحش. هو هجوميا كويس، بيخلق فرص بالمناسبه. حتى ماتش يوفنتوس اللي خلص واحد، لا خلق فرص، لكن اتخلق عليه فرص كتيره ودي حاجه عاديه. وانا دايما بقول يعني شيء
هو بالنسبه لمشجع ريال مدريد يقول لك ايه، هو انت ذنب انا عندي حارس جامد؟ اكيد عندك حارس جامد، كل حاجه كويسه، بس لما يكون حارسك طول الوقت نجم للمباريات انت تتصل فيها وتقدر تخرج منها فايز، ده مؤشر بالنسبه لك لازم يبقى مقلق برضه. اقول لك هو انا ذنبي ده لاعب من اللاعبين عندي، بس ذنبك ان انت المفروض تاخد بالك ان ده مؤشر على ان فرقتك مش بخير ومستباحه الى حد ما. لكن المستباح اكتر بتاع برشلونه دلوقتي يعني بس برشلونه مستباح اكتر بكتير هو ده يعني. حقيقي، بس في نفس الوقت انت ما بتحسش ان يعني انت ما بيخرجش الحارس عندك نجم الفرقه، مع ان برشلونه ممكن تحس ان الهجمه عليها اخطر، بس لا انت لا، عشان ما الكره بيخرج. بتدخل بس. يعني انت عندك بتدخل يا تطلع اوفسايد، يعني يعني لا هو الحارس ما لا بيسيبش حاجه. جارسيا كان نجم ماتش رايو طبعا بس مثلا يعني. الموضوع ده نفسه ما بيحصلش كتير، تحس ان في برشلونه برشلونه تاريخيا ما عندوش حراس جامدين. طول عمرها طول والله. يعني برشلونه عمرها. من انا اول ما يعني وعيت على الدنيا في فيكتور فالديز الكوره هي مثلا وتير بعد شتيجن ما في كان ما قبل لحقتش فالديز زي كان كده قبل قوي. فالديز كان في هسب اول حارس ده انا حضرته، كان حارس عادي جدا. فيكتور فالديز ليه فترات كويسه وفترات زي الزفت سيء جدا، ايوه ايوه. يمكن انها كويس. وبعدين جه وتير شتيجن برافو مش نفس الكلام، بطال. تير شتيجن كان هو في اوقات تير جامد شتيجن في فعلا. اوله كان جامد، في اه دوري كامل كان ميسي وتير شتيجن. 18 19 صح. وانا دايما بقول 19 18 19 ده دوري ده ميسي وتير دوري شتيجن، مش طبيعي كان تير مفيش شتيجن. حد عشان كده بيدافع بقول ومفيش ان حد ساعات بيهاجم. عارف لعيب جماهير برشلونه ساعات يكفرنا بالعشير زي ما بيقولوا كده، عارف انت الستات كده يقول لك يكفرنا بالعشير. تير شتيجن يا جماعه ما حدش يقول ده كان طول الوقت عالي، لا تير شتيجن لا كان لا، شايل سيزون الفرقه 2019 في سيزون 18 19 ده، كان هما الاثنين بيلعبوا لوحدهم وبس يعني هو محدش بيدافع، كل الكور بتتشاط تير شتيجن يصدها، ومحدش بيهاجم، ميسي بيخش هو يرقص كان فريق يرقص مرعب ساعتها برضو. يا اما ياخد فاول الفتره دي لا ما كانش يحط مرعب. يشوطها يجيبها لا جول. ميسي اللي كان مرعب، اي صح ميسي بالظبط صح. ميسي كان والله ده مرعب كانت برشلونه وشيك كانت كان كده. مرعب. صحيح. بس برضه عشان خاطر عطا فالنسيا خد الكاس ساعتها ايه. ما هي دي بقى، مش 16. عمال تقول لي الهزيمه اللي كسبتها انا عرفتها خلاص. هي دي لا تسالني تاني قدام الكاميرا هجاوبك. بعد صدمه انفيلد على طول خدنا احنا اه بقى اللحظه دي لا صدمة اقسم بالله انا انفيلد دي بتعافى اصلا منها، لحد النهارده انا بتعافى بيفتكروها. منها لحد دلوقتي. لحد النهارده مش عارفين يتعافوا منها. دي بجد صعبه. انا حاجتين في تاريخ برشلونه مش عارف اتخطاهم: الريمونتادا بتاعت باريس لحد دلوقتي فرحان بيها، مع اننا ما كسبناش حاجه يعني، بس لحد دلوقتي فرحان بيها، وبتاعت ليفربول لحد دلوقتي مضايقاني، معلم احنا انت بتيجي نادي. اي حاجه بشيلها. انت مستقبلك يعني جاي السيمي فاينل تاني ولا فاينل بتاع بيتكرر، ممكن يحصل يعني. لكن في نفس الوقت انا واحد ما بيبقى خلاص مستقبل مظلم قدامه، شاف فريقه وبنهبط. بيخسر نهائيين دوري ابطال ورا بعض، منهم واحد في الدوري في بضربات الجزاء. وفالنسيا كان اول نادي بالشكل الجديد دوري ابطال يتحسب عليه ضربتين جزاء في فاينل يعني، صح. منهم واحده ستروبي يعني. اه فصدمه لا تعادلها صدمه يعني. طب احنا هنرجع بس لمدرب ريال مدريد. ايه رايك مدرب كتشافي الونسو يعني. اه يعني بص هقول انا لك على شايف حاجه، ان الونسو قول لي. صعبان عليا. ما هو ليه بقى؟ مم. الونسو لسه، انا بالنسبه لي لسه سنه اولى تدريب. السنه الاولى سنه يعني سنه قعد هو شويه تدريب في الروح. الليجا، قعد شويه ايوه في ما هو الليجا انا الونسو هو مش فتره ريال مدريد ان هو يمسك، مم. يعني مش فترته ان هو يمسك اه طب مين نادي هيمسك بحجم ريال ريال مدريد مدريد؟ دلوقتي. مين هيمسك ريال مدريد؟ هو كان في مين كلام. احسن اتنين مدربين مثلا في العالم؟ انا كنت اتمنى يورجن كلوب يجي بصراحه. يا عم لا، يورجن كلوب دلوقتي مش بيدرب. انا اقول لك دلوقتي مثلا في احسن من جوارديولا او لويس انريكي؟ في احسن من الاثنين دول؟ حاليا لا طبعا. جوارديولا لو جه مسك ريال مدريد هيفور الفرقه كلها. اه لويس انريكي لو جه مسك ريال مدريد مش بس هينجح برضه. جوارديولا برضو انا شايفها، انا في ناس ممكن تختلف معايا كتير، جوارديولا بيحب يظهر ان هو النجم. لا محدش هو فرق. المنظومه النجم، هو جوارديولا أعتقد المنظومه النجم. لا مش موافق بس كمل. يعني انا هالاند اهو، هو بيحاول يهمش هالاند، ما ده بيحاول هو يزود نجوميه هالاند. الكلام ده مؤخرا، انما الاول الاول كان ميسي، ده كل حاجه كان بيدورها حوالين ما ميسي، هو انا تيكا تاكا، انا اللي عملت كذا، انا اللي عملت كذا، انا اللي هو اللي عمل هو كده طول عمره فعلا. ما بيقولش كده، بس هو بيقولها بشكل ساخر ساعات، بيزود ان انا ما عملتش اي حاجه واللعيبه اللي عملت. بس هو بس عموما ما دي جوارديولا. قصادها ايه. بص في حاجه، هو يعتمد، انت بتعتمد على يعني ايه، انت نيت يعني نظرتك لنيه الحارس قصدي المدير المدرب. الفني. مم. جوارديولا فعلا كان بيموت النجم شويه، موته جوه، بس مش عشان هو عايز يبقى النجم، لا عشان هو عايز يسخر ويطوع اللاعب لصالح يطلع منه الماتش. الصح. يعني بالظبط. على سبيل المثال، وده مشكلته، او ده اللي دايما نقول مثلا ما ينفعش جوارديولا يدرب فريق زي ريال مدريد، عشان لما هو بعد اللاعبين اللي جابهم راس مالهم اصلا ان شخصيتهم، راس مالهم ان لعيب نجم او لعيب ان هو دوره مهم قوي في الفرقه، مش دور لاعب مش واحد على 11. يعني اه لو قسمنا الفرقه واحد على 11، كل لاعب ليه دور واحد على 11 من 11 لعيب صح. اه في لعيبه لا دورها 3 على 11 مثلا، 4 على 11، 2 ونص على 11. جوارديولا اغلب الوقت مش عايز الا ميسي مثلا اللي كان عنده استعداد يبقى عامل كده. مين ابرز مثال دايما بضرب مثال بيه؟ رياض محرز كان مع ليستر سيتي، كان لعيب مهم جدا في قلب الفرقه، الدنيا. لعيب كان من مستوى تاني خيالي غير طبيعي، عمل سيزون رهيب مع فاردي، والسيزون اللي بعده كان جامد جدا برضه بالمناسبه. بعدين
لما راح مانشستر سيتي بقى جناح، مجرد تجيله الكرة يباصي تاني، جريليتش صح. برضه، رجع الكوره جريليتش كذا. كان نفس جريليتش القصه. نفس القصه. فهو النوعيه دي من اللعيبه مش ما بتولفش مع بيب جوارديولا وبتعمل له مشكله. هل ده بسبب ان هو عايز يبقى نجم؟ لا، هو عايز بس الفرقه تتطوع، يعني يفقدها، مش هقول يفقدها الشخصيه، بس عايزهم يكونوا عساكر، هو بيديرها، مش وزير هو بيبقى عايز وفيه المنظومه النجم، وطابيه. بيبقى بالظبط عايز كده، المنظومه. بالظبط كده. فمتهيألي مفيش مدرب هينفع مع ريال مدريد طول ما هو السكواد زي ما هو كده بالظبط. ممكن تعمل نجاحات بس على المدى القصير، انما لا، انت لازم تعمل تعديلات تقدر تداري بيها عيوب الفرقه. انا بعمل ايه بتشاوميني؟ انا تشاوميني ده مضايقني جدا، انا مبدئيا فرحان بيه، انا عاجبني ان فكره هو لعيب مالوش. تشاوميني السنه دي عامل موسم محترم. ما هو موسم محترم محترم بمعنى يا راجل، ايه؟ صلي على النبي بس. بمعنى ايه شو موسم راح محترم؟ اتفرج على لا ماتش اتلتيكو مدريد ده، والله بص اقسم انا بالله. انا دايما بحب اتفرج عليك، والله دايما بحب اتفرج عليك العظيم دايما بعد اجمل ماتشات الماتشات. عطيه يرحم. انت يعني مش اكيد بس. تشاوميني استفاد كان كارثه، اه كان كارثه. مم. السنه دي مختلف. ما هو بيعمل ايه؟ احسن من نسخته دي ماشي ممكن، لكن اكتر من كده مفيش. بيعمل ايه تشاوميني؟ بيعمل ايه دلوقتي؟ ريال مدريد معاه الكوره، الفرقه بتحاول هو تستحوذ، بتحاول تبني هجمه، اه تشاوميني ما بيعملش حاجه. حتى قلنا حتى ما في، مش هقارن تشاوميني، ما هو احنا برضو عينينا لا واخده على تقارن مين؟ ليه؟ عينينا واخده على كروس، عينينا واخده على مودريتش. ما تجيب يا عم كروس تشاوميني تاني وهات موديل، ما انت مش ريال هو ريال مدريد. مدريد في تانية محتاج، بقى ان شاء الله. خلينا نقول في الانسول انتقالات يعني. مم. ريال مدريد محتاج زي ما موت نفسه على كيليان مبابي. طبعا الحاجه دي اتمنى ما تحصلش يعني، بس هو لازم يموت نفسه على فيتينيا من الاخر. ما هو في تانية ان شاء الله. يرمي بس بس انا باريس بتكلم سان جيرمان بريز هيقاوم مقاومه فيتينيا ممكن مكان تبقى ضعف مين في مبابي. الملعب؟ مكان تشواميني ما هو متهيألي هيبقى فيتينيا مكان تشواميني. تشاوميني. اه عادي. برضه انت خلقت مشكله تانية. ليه؟ ما هي انت تشاوميني برضه انت بتستغله كلاعب بدني، لعيب بدني هات فالفيردي، والتحامات ما هو ماشي. وهو. فالفيردي جنبه. ما فالفيردي هو انت كده يعني الميزه الوحيده في تشاوميني في بلينجهام الملعب. واردا جولر واحد فيهم هيطلع بره وهتدخل عادي مكانه فالفيردي. يطلعوا مش مشكله. بلينجهام هيطلع، ما على آه. فكره اظنش بلينجهام. مش اكتر مهم استفاده يطلع لتشافي اردا جولر، الونسو بس لتشاوميني فيتينيا في الملعب هيخلق ان هو بيقدر يستخدمه انا اقول لك بقى مدافع مين مثالي مثالي في ايه؟ في ريال مدريد ما كانت تشاوميني؟ رودري، دي بوم. رودري جامد برضو. ايوه رودري جامد، بس هي يعني هرجع في حته تشاوميني هو بيلعب ليه او هنغطي مكان. هو انا وجهه نظري تشافي الونسو مستخدم تشاوميني اكتر او بيلعب بيه كتير، بيستخدمه بيلعبه مساك، عايز يزود يلعب بثلاثه ورا وبيلعب بس هو بيزود. الفتره دي بيلعب خلاص نص ملعب في مكانه يعني. هو ثبت. وانا شايف ان اكتر لعيب مظلوم بصراحه في ريال مدريد ومش واخد حقه حتى عالميا فالفيردي، مع ان هو بقاله ماتشين ثلاثه ايه مش مش واخد شايف. حق؟ لا هو لا بقى من هيقتنع. اول السيزون مش كويس بس خالص. يقتنع انه فالفيردي باك يمين، بصراحه فالفيردي والله هيبقى احسن ايه. باك في العالم، بس يقتنع ان هو باك يمين. حد يقعد معاه يفهمه كده، يا ابني انت هتبقى احسن باك في العالم، ويقنعه كده، تجيب امه ولا بس هو مش حاجه بتاع تقعد تتكلم معاه كلمتين. شايف ان حرام برضو هو يعني، حرام برضو يعني ما قدراته يلعبهاش. في باك خط يمين الوسط بس، يقدر يمشي عادي، لانه باك يمين برضو جامد قوي. انت بتخسره مثلا في التسديدات دي، حاجه بتخسرها بشكل كبير لما يكون باك يمين مثلا على سبيل المثال. شوطه في ماتش مش يوفنتوس لازم على يكون لعيب الطاير. كلها لعيبه كلها تكون حريفه باسنج يعني في خط الوسط، ممكن لعيبه بتجري بتروح اه بتيجي اه عادي، مش عيب يعني. وفي لعيبه كتيره في تميزت في القصه دي وما عندهاش مشكله يعني. ناقصه ايه ريال مدريد هو اكتر؟ يكون جنبه حد مختلف، هي دي الفكره يعني. ناقصه ايه ريال هو محتاج مدريد؟ حد زي بدري هو او خط وسط فيتينيا. ريال مدريد محتاج خط وسط يظبط له الفرقه، ويخليه ما يخليش خط دفاع مشاع كده. ريال مدريد عنده مشكله في استعاده الكره من عنده تشاوميني وفالفيردي، ودي حاجه غريبه. اه آه، جزء منها جماعيا، لانه زي ما قلنا خط هجوم كله ما بيدافعش يعني، ومش بيضغط عكسي. عنده مشكله في الحته دي بشكل كبير. لحد ما يعني بدات الامور احسن شويه عن الوضع بتاع انشيلوتي مع وجود اردا جولير كمان. لكن هو تحدي كبير دلوقتي لتشابي الونسو، ازاي هيدير الفكره بتاعه ان عوده بيلينجهام وازاي يستفيد من اردا جولير. لكن لانه مباراه يوفنتوس، رغم انه الناس شافت ان اردا جولير كان دفاعيا بيستخلص كرات وبتاع، بس الموضوع تقيل عليه. موضوع صعب انه ده يساير رتم هجمات المرتده بتاعت فرق منافسه، مستحيل. امم وبيلينجهام مطالب ان هو يكون يقدم دور دفاعي بشكل كبير برضه. مع وجود لاعب ارتكاز واحد، عمليه صعبه مش سهله. ما اظنش تشابي الونسو هيبدا كده قدام ريال مدريد، ما لم يكون هيلاعب قدام برشلونه تقصد؟ اردا جولر قدام، انا قلت قدام ايه؟ قدام ريال مدريد، قدام 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 برشلونه. برشلونه. ما لم هيكون هيبدا المباراه باردا جولير مكان ابراهيم دياز، يحطه يعني جناح يمين على الورق، ويجيبه في خط الوسط يحاول يشتغل بيه بالشكل ده. لكن تلعب بس بفالفيردي او تشاوميني بس في خط، فالفيردي هيكون باك يمين. بس اقصد لعيب ارتكاز واحد قدامهم بيلينجهام واردا جولر، برشلونه غالبا هيخلص عليه. هو انا اعتقد لو سيبايوس، بس سيبايوس مش هيبقى جاهز على لا ماتش مصاب، برشلونه، مصاب ولا هويسن هيبقى جاهز على ماتش برشلونه، برضه فبالتالي مصاب. مصابين في الاختلاف ممكن. الفرقتين شنيع. الاختلاف كتير ممكن قوي، يبقى في بين 7 ابراهيم مصابين في ريال دياز. مدريد. ابراهيم حتى في دياز برشلونه حتى هو كان بيجهزه الماتش اللي انا في فات. برشلونه الاصابات مبهدلاني خالص. الدنيا صعبه لازم جدا. رافينيا، مم. غير رافينيا الموضوع صعب، قصه الضغط العكسي دي كانت فعلا فعلا رهيب فيها.
رافينيا عامل ازمه فيها، ده مهم. بجد والله. صحيح. رافينيا في موضوع الضغط العكسي ده مش ممكن يتقطع الكرة من هنا، تلاقي رافينيا جاي من اخر الملعب معاه درع ورمح وبيجري وبيداخل تحس يقطع انه كان واخد الكرة. منشطات السنه اللي فاتت، اه آه. ما تفهمش والله، ايه اللي فيه، يعني مستوى جامد غير جامد منافس جامد يعني. راشفورد السنه دي عامل موسم محترم لحد كبير، يعني بقى احسن كتير من بدايه الموسم. مقارنه بالموسم اللي فاتت. لا طبعا. راشفورد لا، الموسم اللي فاتت راشفورد ما كانش بيلعب، اه جه فترة غاب كده، الناس ما كانتش عارفة هو بيلعب فين اصلا، ولا فين مكانه. بيلعب استون فيلا. اه، كان في ما أستون راح استون فيلا، ايوه، بس استون فيلا الناس ما كانتش عارفة ان هو بيلعب في استون فيلا، بس اختفى فجأة توقعك كده. الماتش ده يا عاطف؟ والله بص، مش دبلوماسيه، بس الماتش ده ممكن اي حاجه تحصل فيه. يعني لو كان برشلونه جاهز 100% بلعيبته كلها كان ممكن يبقى فرصه اكبر، حتى لو الماتش بيتلعب في البرنابيو. لكن الوضع الحالي مع دفاع برشلونه السيء جدا ومع الاصابات، بس بالذات دفاع برشلونه، اعتقد العمليه سهل جدا، سهل جدا ريال مدريد يتقدم بجون واتنين عادي. مم. عمليه سهله ومش صعبه. مش مختلف. مش صعب، انا بسفه كده وانا قاعد انا باشا فاهم. يعني، اقصد وارد جدا يحصل. مم. وارد جدا تضرب مسات تسلل. يعني اللي خلى فرق تانية تضربها بالشكل المتطرف ده مش بس السنه دي، واعتقد انا حاسس ان انا اتكلمت على الحوار ده كتير، بس يعني بما ان انا معاكم نعيده تاني، ممكن لحد ما سمعناش. مصيدة التسلل بتاعت برشلونه من السنه اللي فاتت وهي كده. صح. هي بس في كان الفارق كذا حاجه، انه احيانا انيجو مارتينيز كان بيخالف تعليمات هانس فليك، وكان بياخد الخطوتين ثلاثه اللي في لحظه لما يقرا ان الكره مش هينفع نضرب التسلل بيها، مش هينفع قصدي مم. ننصب مصيدة التسلل بيها، فكان بياخد الخطوتين ثلاثه ويغطي. احيانا كان انيجو مارتينيز بيعمل القصه دي. احيانا كان الضغط العكسي بيخلي في عمليه صعبه شويه في ان لعيبه الخط الوسط اللي في الفريق المنافس او الباكات تقدر ان هي ما تاخدش نفسها قوي وهي بتلعب الكره الطوليه اللي بتضرب التسللات. مم. وانا اديت مثال واضح جدا في الموضوع ده في ماتش فياريال السنه اللي فاتت اللي برشلونه كسبوا 5-1. الماتش ده قعدت جبت لقطات كتيره جدا، كيكو فيمينيا الباك اليمين بتاع فياريال اللي هو لعب في ختافي، اللي وطلع في المناسبه في الماتش اللي فات ده. مم. ولعيبه بالظبط، لا ما اتطردش، اللي اتطرد هو نيوم. كيكو فيمينيا كانوا اه، خايفين يطرد فقام مغيرها، قام نزل ايوه نيوم ايوه، صح صح، واتطرد. راح نزل نيوم وطرد مكانه. اه. ف ولعيبه خط وسط فيا ريال ساعتها كان اليكس باينا، الدنيا كانت مشاع وقادرين ان هم يخترقوا بشكل كبير جدا، لولا رعونه لعيبه فيا ريال في الانفرادات. ولولا كان مين اللي واقف جون، كان شيزني اظن. كان وماتش ريال مدريد برضو كان ماتشات نفس كتير الكلام. جدا، بس ماتش ريال مدريد قدر ينصبوا المصيده بشكل كامل. وعشان ما اكررش، انا هكرر حاجه واحده هي اللي يمكن تعتبر فكره جديده بدات اتكلم عنها، انه فلسفة نصب مصيدة التسلل لأي فريق أصلا في الدنيا، إن هو بيفاجئك بإن أنت وقعت في التسلل. صح. لما أنا بقى هواجه فريق زي برشلونة، أنا عارف أصلا هيتحسب عليا التسلل، عندي احتمالية أكبر إن أنا أعرف أتفادى، لأن أنا عارف اللي هيحصل لي. مش أنا واحد بجري فجأة أبص ألاقي ده كله وقعني في التسلل. مم. لما أتفاجئ، لما قصدي يزول عامل المفاجأة ده، هتبقى عندي فرصة أكبر إن أنا أقدر إن أنا أضرب التسلل. ده الزيادة كمان اللي حاصل، مع انه هجوم برشلونه قليل جدا السنه دي عن العكس، فما بقاش مغطي على مصايب الدفاع اللي هي موجوده من السنه اللي فاتت، لو كنت بتغطيها كتير زي ماتش بنفيكا وزي ماتش، والله حتى بقول لك ماتش فياريال وماتش بايرن ميونخ اللي خلصوا 5-1 و3-0، فيهم 4-0. بلاوي. روح اه، اتفرج عليهم هتلاقي صح. 4 ولا 3. 4. 4. هانس فبلاوي كانت بايرن دي. حاصله فيها. وحتى القصه بتاعت كله قاعد يتكلم على ماتش الرايو دي بتاعت ايسي بلاسون، ان هو الجناح بتاع الرايو اللي كان متقدم خالص عن اللعيبه، وبيروح بعد ما الكره تلعب في ظهر الدفاع على مستوى الباك، فلما تتلعب له في عمق الملعب يكون هو فاضي وخالي من الرقابه. مم. متنفذه السنه اللي فاتت بهاري كين، ومتنفذه السنه اللي فاتت في ماتش اتلتيكو مدريد بتاع سورلوس في ماتش الكاس بالذات اللي خلص 4-4 ده. بالظبط الكسندر سورلوس عاملها بالظبط، اللي هو ابطا من السلاحف يعني، وكان بيقدر ان هو يبقى سابق للاعبي برشلونه كلهم، لان هو مش هو اللي بيتلعب على التسلل، لكن وقت ما يتضرب تسلل هو بيكون مستني في الجانب الاخر البعيد الهادي ده 4-5 يارد على لعيبه برشلونه، كان بيقدر ان هو يسجل او يهدد. مم. فموضوع مصيدة التسلل دي من السنه اللي فاتت موجود، بس هو اتفتح عين الناس عشان موضوع خط الهجوم، وعشان الحته بتاعت الضغط العالي اللي بنتكلم عنها. يعني انت شايف ان الونسو يتفوق على فليك؟ ما انا زي ما قلت لك، انت كل حاجه ممكن تحصل. مم. برشلونه محتاج ياخد خطوتين للخلف كده في موضوع التسلل، مش يرجع كله. لو رجع كله هيتقدم 5 ياردة، طبعا. سو وات يعني، ما عملناش حاجه صح. لكن يبقى عنده اوبشن تاني، المدافع يبقى عنده اختيار تاني، ان انا لو حاسس ان انا مش عارف انصب وسيله التسلل، اخد الخطوتين واغطي. مم. ببساطه كده يعني، ببساطه راؤول اسينسيو في اللقطه بتاعه ماتش يوفنتوس اللي احنا قلنا باع فيها نفسه، هو خد نفس الخطوتين دول، هو غطى كويس، بس هو بقى يعني اسف كان بكل عبط قام متزحلق، بس هو غطى قفل الزاويه خلاص، بدل ما اوبين ده كان يضرب التسلل ويروح انفراد، هو قام مغطي وراه ورايح ايه قافل عليه الزاويه. برشلونه محتاج يكون عنده
رفاهيه الاختيار دي، المدافع يبقى عنده الاختيار، مش يبقى المدافع الحارس المدرب واقف له كده على الخط اللي هو ايه، لا انت ما عملتش كده ازاي. بينما ريال مدريد محتاج انه يركز في القصه دي، ومحتاج يستعيد الكره بسرعه، مش عارف ازاي امام هذه العفاريت اللي في خط الوسط، يعني مشكله فعلا. قدام بيدري او كاسادو او فرينك ديونج اللي بيلعبوا. ديونج برضه ممتاز بالمناسبه، فمستوى خط وسط برشلونه رغم كل الاصابات اللي عند برشلونه سواء هجوم او دفاع، لا عنده خط وسط قوي ما زال يعتمد عليه، ويعذب ريال مدريد ويضايقه فعلا. فكل حاجه تحصل هي مين اللي هيجيب جول الاول، مين اللي هيسجل الجول الثاني كمان، لان ريال مدريد لو سجل جون برضه ادينا شفنا السنه اللي فاتت برشلونه كان من ردها 2-0 بكذا مره يعني. صح. صحيح على 2-0 كمان، كان الماتش ده كان مهزله يعني. دي حقيقه. لا الاربعه كانوا انا في الشوط ما الاول. عنديش اي توقع بصراحه، الماتش مم. فعلا اي حاجه ممكن تحصل. قولوا لي توقعاتكم يا عم، انت وانا اشمعنى انا اتوقع وتلبسوني في الحته انا التوقع. اتوقع 3-1 لريال مدريد. ماشي. انا ممكن اقول لك رؤيه عامه للماتش قبل ما نتوقعها. مم. هي زي ما انا قلت في الاول، نقط القوه بتاعت ريال برشلونه هي نقطه الضعف بتاعت ريال مدريد. مم. ريال مدريد عنده مشكله جامده جدا في الضغط. ما اعتقدش ان هو في امل ان او في يعني ضعيف، مش عايز اقول في امل. الموضوع ده يعني صعب جدا ان ريال مدريد يقدر يخطف الكرة من برشلونة. السنة اللي فاتت كانت ريال مدريد كل ما بيجي يلعب برشلونة هي اللعبة بتاعت ان هو برشلونة نقطع منه الكرة ونلعب المرتدة السريعة، بس ما نفعتش، مم. يعني ما نجحتش، بس السنه وخسرت السنه دي بنتائج. ناجحين فيها والونسو طبقها كتير. مش برضو لا ناجحين في الضغط، لا طبعا صعب. وانا بقطع كوره. هو الونسو الريال لما يكون مضغوط قطع الكوره. يعني فاكر انت لما كان يقطع ودي صلاح، مم. ده جولر على طول، يا مبابي يا فينيسيوس، يا لو ما ايوه استمتعش ايوه بيلعب، هو جولر اللي بيوزع الكوره. مم. فالسنه دي ممكن تبقى اسهل شويه بالنسبه له. دي وجهه نظري، ان هو جولر هيعرف يضرب التسلل وعملها كتير. هو بص، هو بالنسبة لموضوع التسلل برضه عشان اكمل على اللي كابتن عطا كان بيقوله يعني. انا متهيألي رأيي ان برشلونة لو لعبت بأي طريقة غير طريقة فليك انا ما اعتقدش ان الموضوع ده هينجح. انت برشلونة كأفراد كمدافعين، يعني اوضح لك المدافع ازاي. اللي هو مدافعين برشلونة مش اقوياء بدنيا او صراع كمدافعين، هم اذكياء. مم. مم. فانت بتستغل نقطة الذكاء بتاعتهم، انما هتحطهم في صراع بدني وتفوق فردي على مبابي وفينيسيوس. فينيسيوس قدام 3 من يوفنتوس لمهم في حتة قد في كده. نص متر. فانت هتوقف فينيسيوس لوحده على كوبارسي او على كوندي. فانت متهيألي تستغل نقطة قوتك، الضغط العكسي القوي بتاعك. ان شاء الله رافينيا هيبقى موجود، دي هتفرق معاك جامد. ومتهيألي اللي هيلعب فيرود فيران مش باذن الله راشفورد. يبقى موجود في المدرجات ان شاء الله. لو انا متهيألي رأيي ان هو لو الماتش ده غالبا هيبقى فيران توريس ولامين ورافينيا لو موجود. لو رافينيا مش موجود هيبقى راشفورد. بالمناسبة رافينيا حتى لما الماتشات اللي لعبها ما كانش افضل حاجة السنة دي برضه، ما بس هو شفنا، بس هو ان كان ما ما لعبش اعرفش كتير. هيبقى جاهز ولا لا بصراحة يعني، بس مم. هو لو جاهز يفضل يلعب. طبعا. وفيرمين اكيد هيلعب اساسي بعد ماتش الماتش اللي توقعك عمله. كام هقول لك توقعي، ما انا بمناسبة مش من الحاجات برسم لك التوقع عشان اقول لك بمناسبة التوقع. على فيرمين، فيرمين؟ فيرمين فعلا عودته كانت مهمة، لأن داني أولمو كان بمستوى سيء جدا. هيفرق جدا. فيرمين فرق شوية مع برشلونة في الفترة الأخيرة. هو فيرمين لعيب برشلونة قوي. مم. يعني ممكن داني اولمو عنده حتة فنية اكتر، حريف ماشي وبتاع، مم. بس فيرمين لعيب، لا انت تحسه لعيب ينفع في اي خطة لعب، ينفع في اي حاجة. لعيب، لا لعيب جامد، انا بحبه عامة، ينفع في اي خطة. فتوقعي بقى للماتش ده غالبا هيبقى فيه جوان. يا راجل، هيبقى فيه جوان 4-3 مثلا، لمين؟ 5-3. لا لبرشلونة. ده أي حاجة تمني. تحصل. لا مش تمني والله، توقع. أي انت حاجة. فعلا توقع. ممكن اتمني يا انا عم اتوقع من دفاع ريال مدريد اي حاجه. ايوه ايوه، وعلى فكرة ما انا بقول لك 3 دخل في اسينسيو برشلونة 3 و4. وميليتاو وان كان روديجر ولا دول، لا ده من بس هي الناس برشلونة من السنة اللي فاتت كده بيجي عليها فرص كتير وبتعمل فرص كتير. لا ده من زمان. السنه دي انا اول مره الماتش في مش من حياتي زمان يعني، اشوف من السنة اللي برشلونه بيجي عليها فاتت كميه الفرص دي. كانت بتيجي يا عم والله، ما احنا بس عشان كان ما بيبقى عمال الماتش هاتي 5 فانت عمال بتاخدش هاتي بقى بالك. 10 دقايق تقول لي في اه الآخر أول مرة أشوف، أول مرة أشوف إيه يا راجل. لا 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 كان لا، بيجي. من فرق مش جامده اقصد. والله والله كان العظيم بيجي لو كان بيجي اتفرجت كان اه بيجي من طوب من الأرض، اي فرقة. والله العظيم. اه والله يعني سيف الجزيري ياكل عليهم عيش دول، خلي بالك. يجيب له 7 تجوان اوف سايد صح. ونيجي بقى لاقوى دوري في الحياه. في الحياة. دوري في الحياة. دوري احسن دوري في الكون. ده متعة. اه متعة الكورة بره الملعب. الدوري المصري. انت عارف زمان كان في حاجه اسمها دوري شركات، مش عارف الناس كانت عارفه انت. وما مش زال. هو ما الدوري بتاعنا حضرتش ده اسمه كده. دوري هو شركات انا بقول لك دلوقتي؟ كان يجيبوا عبد الرحمن، مش عارف انت عندك كام سنه يا عبد الرحمن؟ 27. 27 صغير. فنجيب بقى يقول لك ايه، ده موسم دوري الشركات، فيجيبوا بقى لعيبه الكوره مثلا، يقول لك مثلا حد يعينه في مصر الطيران، واحد يعينه في مقاولين العرب، واحد يعينه كذا، عشان ايه؟ يبقى فرقه مصر الطيران خدت الدوري الشركات ده، ومقاولين العرب خدت مش الدوري. دلوقتي تقريبا برضو في ما شركات اعرفش اذا ليها كان لسه فرق شغال ولا لا. بتعمل ماتشات والحاجات دل... دي؟
ما اعرفش، بس انا دلوقتي حاليا بقى اسمع ده حاجه دوري زي كده يعني نفس الشكل كده بقى، هو بقى ده الدوري دوري الشباب. الممتاز هو دوري مش الشركات ممكن يعني، بصراحه حاجه صعبه جدا الملاعب يعني. كلها فاضيه وانا مش كده والشغف بصراحه يعني. كله راح. اتكلم بقى على الكرة القصة الحزينة، صح على رأيك؟ مم. الكرة المصرية رايحة فين يا عاطف؟ السؤال العجيب ده. هي لا راحت بجد اصلا، والله رايحة فين؟ هي راحت، هي احنا عايزينها واحد، ترجع. انا بتفرج على المغرب فرحان لهم مم. وزعلان علينا، بتفرج على السعودية مم. فرحان لهم مم. وزعلان علينا، مم. بتفرج على الدوري التونسي انه ممكن يكون لا مش لا واو، مش الدرجه دي كده، بس انت بقى يعني لا برضه ما دول بحبش عندنا تجلد الند عندنا في النادي. نفس هناك الحته. الند هناك يعني فرق كتير بتعرف بتنافس يعني، مم. غير عندك. اه احنا كنا كويسين وقاعدين ومرتاحين. تعكنن علينا. يعني اقول لك ايه، مفيش يعني في حاجه اولا برضه عشان تكون جلد الذات ساعات احنا، وان كان النقد ساعات بيبقى حاجه كويسه للامام يعني. احنا برضه ما ننساش ان في النهايه هو الدوري المصري رغم كل المساوئ بتاعته يعتبر على الورق اقوى دوري في افريقيا. ده حقيقي. الدوري اللي بيطلع انديه قويه جدا يعني على المستوى القاري وبتاع. لكن المستوى التنافسي ايوه ومستوى في العداله، ومستوى القصه دي قصه جوده محتاجه الدوري نفسها مع ان بيتصرف غربله. فيه فلوس كتير جدا، بالظبط كده. هو اكتر دوري فيه فلوس اصلا. يعني فارق عن كل دوريات افريقيا طيب في انت موضوع المبالغ اللي هو بتتصرف. البريمير ليج بتاع افريقيا اه ببساطه كده. اي لعيب عايز يتميز او ياخد فلوس كويسه في افريقيا بيروح الدوري المصري. مدربين كمان. ولكن مش امتع دوري. ما اعرفش، ما اتفرجش على الدوريات التانية قوي عشان احكم، عشان ما اكذبش عليك. بس اكيد احنا رجعنا. احنا ما بنقارن، لو كنت ما احنا هنقارن باوروبا طبعا هيبقى الموضوع بعيد خالص. ودي برضو حاجه دايما بقول والله واسيا. ان المنظمي يعني خايف اللي ممكن. حوالينا مثلا. والله يعني احنا الدوريات رجعنا العربيه الاسيويه برضو دلوقتي حتى الاماراتي والدوري القطري، لا الكواليتي عاليه، بيجيبوا لعيبه كويسه، بيصرفوا برضو زينا. مش يعني عارف، ما اعرفش احنا يعني هم، بنشتري لا هم بس في لعيبه النهايه انت ببلاش. لو رديت النادي مصري هيروح يعني اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا مصر هيسدوا على الفرق دي احسن يعني، هيكسبوهم يعني. ممكن. بس في النهايه مش ده الدوري، ده الانديه. والله يا كابتن عندك حق. فخلاص كفايه بقى كلام، ان شاء الله ربنا يرزق المنتخب والكره بتاعتنا وتتقدم يعني ان شاء كرة الله. جميلة. يبقى في امل في يوم من الايام نلمح النور اللي في اخر الطريق ده، لو في امل يعني. ان شاء الله. يلا تحدي كفايه، ما انا ما هيكش عاطف. نلعب بقى شويه. اه عشان ماشي ايه يلا بينا. يعني زي الدوري المصري بيفكرني يلا كمل، خش يا معلم. جاهزين؟ جاهزين يا باشا. ماشيين ده انت. انا هسأل، انا ماليش دعوة بالتحدي. والله يعني اه المفروض انا وعبد الرحمن نتسابق. احنا بس اللي بنجاوب. اللي هيجاوب سؤال الاول. سرعه يعني. اه اللي يجاوب الاول. اللي هيجاوب الاول. انت ايه يا عم ماشي ده، يا مش عم. تقول لي مش كان بتوتر. ما انا عارف التوتر. بقى خلاص ماشي. مين اللاعب اللي ميسي. او ايمار. غلط. كلام في السؤال. مين اللاعب اللي ساهم باهداف في كل مباريات برشلونة في دوري الابطال الموسم الحالي؟ رافينيا الموسم اللي احنا فيه راشفورد. راشفورد صح. ده مذاكر. لا مش 33 مذاكر والله، بالظبط، بس قلت ممكن ده يبقى رافينيا. سؤال سهل. سهل. طب هداف دوري الابطال السنة دي؟ عامة السنة دي السنه دي السنة دي ايوه غالبا راشفورد برضه. كين. في واحد كمان. واحد كمان. هقول مش راشفورد. كين. واقف ده خمسة في صح. زربيحة اجوان مش دخل. ف مبابي جايب 5 تقريبا بس بضربات الجزاء عشان في شوية 3 يعني ضربات مش جزاء. جوان دي ضربات جزاء، مش جوان لا دي لا مش. انا بفكر نفسي ايه يا عبد الرحمن في ايه؟ شوية 3 ضربات هيجيب جزاء تلاتة تقريبا جون شاطر. وش وراك وش المدريد دلوقتي. قال لي يبقى كين فعلا ومبابي كل واحد ومبابي 5 جوان. ماشي 1-1 يعني. 1-1. واحد ماشي. يعني ماشي. هم طبعا هيحسبوها على الشاشة واحنا بنقطعها يعني. شغل جرافيكس عالي. شغل عالي طبعا. كويس. تيري هنري كان فين قبل ارسنال؟ موناكو. نيويورك. قبل ارسنال نيويورك موناكو. نيويورك بتاع ده اسمه ايه نيويورك ريد بولز. لا لا انت ده بتتكلم يبقى يوفنتوس يا ابني، انا فاكرك بتتكلم المره الثانيه يعني. اول ماشي يوفنتوس طبعا. يوفنتوس قبل ارسنال، يوفنتوس ايوه طبعا صح يوفنتوس. صباح الخير. انا بسأل على فاكرك اول. بتتكلم عن المره انا الثانيه. بجاوب اول نادي تقريبا، اول نادي لعب له كان موناكو، بس هو قبل ارسنال في يوفنتوس صح. كان بيلعب باك يمين باين في يوفنتوس حاجه كده. ليه باك يمين ده لو بيلعب وينج باك يمين او وينج باك شمال حاجه كده. طب مين اكتر نادي حقق كاس ملك اسبانيا؟ برشلونه. واحد لا. زي سيبها نفس لمين دي؟ لا نفس 2-2 يعني لا مشيها اللي 3-2 انا قلت 3 يوفنتوس. اللي هي تعادل ماشي زي بعض. 3-2 مين اكتر لاعب مشاركة في مباريات الدوري الانجليزي؟ في التاريخ. جيجز. لا باري. جدع. جاريس باري. جاريس باري. ده بيقعد على القهوة بالليل بيقعد على يذاكر. فكره ميلنر تقريبا عداه، لا ما عدى. او فاضل له ماتشين ويعديه حاجه كده. اخر بطولة لفالنسيا طبعا احنا قلناها من شوية. ماشي تمام. طب نتيجة الماتش كانت ايه؟ 2-1. مين جاب الجوان؟
رودريجو والله انا ما فاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. صعب. واسمه ايه ها ها هقول لك المهاجم الفرنسي بتاعنا. اسمه زي لعيب كان في السيتي كده. ما انا مش كده اسمه فاكر. حاجه سيلفا. كيفن جاميرو. كيفن بالظبط. جاميرو اه. والجون برشلونة اظن كان ميسي أظن. ميسي اكيد. ميسي كده ياخد بونص بصراحة هو ده من عندك دي. لا ده ايه طبعا. يا عم الحكم المتحيز ده. هداف الدوريات الكبرى حتى الآن. هاري حتى كين. الآن. كام جون؟ كام جون؟ لو قلتها هتاخد بونص. دي استنى 12. جدع والله العظيم جت 12. صح؟ اخويا اللي غششني. طب ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده شغل من ورا الكاميرا. اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. لا الكلام ده مش بس هينفع. محسوبه. لا مش عارف انا هينفع. حرفيا بلعب على ارض المنافس، فاهم انا عارف. كم عدد نهائيات دوري ابطال اوروبا اللي خسرها اليوفي؟ 5. لا 6. 5. غلط. 6. خمسة. 7. خسر 7 والله. 7. انا مش عارف ليه حسبت عشان هو 2، هو 7 فعلا. انا حسبت اه 2 و5 فهو 7، بس انا يعني تهيألي هم 7 وصلنا الفاينل، هو وصل 9 وخسر. 7. ماشي، بس انت ما قلتش 7 برضه. انا قلت يا بعدها واد انا قلت 6. عادي، هو قاعد يعد لي. 6 ولا 7. بيجيب لا، الارقام صح بيجرب. غلط. حسبان. عشان بجرب حظ. طب انت قلت الاول نيويورك ريد بول. صح، تصدق. حسبنا لك ما انا عشان ما يوفنتوس. أصل ده برضه اجابه صح على فكره. اه لان نيويورك ريد بولز قبل بس ارسنال. في الفتره الثانيه. اي. طب مين اللاعب رقم 11 السنه دي في بايرن ميونخ؟ بليز. لا غلط. جنابري. غلط. جاكسون. اه بس نيكولاس جاكسون. همشيها، احنا ما كناش هنحسبها عشان انت جاوبت في الاول غلط بصراحه. اي ماشي حاجه. ماشي. محسوبه دي. مين اللاعب اللي سجل في 3 نهائيات دوري ابطال افريقيا غير عمرو السولية؟ في 3 نهائيات دوري ابطال تريكا. افريقيا. تعرفهم؟ ابو تريكه. ايوه 2007 طبعا، 2006 2006 سوري، و2005 و2012 صح. و13. عارف قصاد مين؟ طريقه 13. 13 13 اورلاندو. اورلاندو بايرتس اه طبعا، بتاعت وسبعه اورلاندو. وستة النجم، 6 صفاقسي و5 النجم. النجم ده زملكاوي بس مذاكر. ماشي عندنا دي يعني. في مدرب درب في مصر ودرب فالنسيا. كوبر. سلام. ده انت قلت درب في مصر، ما قلتش درب مصر. ما هو لو قلت لك درب انا مصر بفكر هتعرف. درب في مصر، هو مدربين. درب مصر، درب في هي مصر. مصر انا بتدرب بفكر فين؟ مدربين انديه. طب مين صاحب اخر هدف للاسماعيلي في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ انت اللي قول لي. نهائي دوري حسني عبد رب وضربة جزاء انيمبا. لو انا كنت طب مين اللي اخاف عمل بتاع ضربه حسني الجزاء؟ عبد رب. مين اللي عمل ضربه الجزاء؟ اكيد محمد حمص. مش عارف. ممكن محمد محسن. محمد محسن. مم. اه لا دي الماتش صعبه ده على عليا. فكره من الايام الصعبه في حياتي انا شخصيا. انا مش رغم انا مش اشمعنى مع انك بشجع والله زملكاوي؟ العظيم. انا يوم ما كنت في القاهره، كنت ساعتها في ايام الكليه، كنت قاعد في القهوه، فضلت قاعد كده بص للارض نص ساعه بس، كنت زعلان زعل رهيب. خلي بالك حتى لو من ضمن الغباء، يعني احنا مش بنتكلم عن الكره المصريه، من ضمن الغباء يعني انه احنا اتحرمنا في بسبب حوار الحرمان الاسماعيلي من لعيبته، اتحرمنا من انجاز تاريخي انه 3 سنين ورا بعض 3 انديه مختلفه من مصر تحقق البطوله دي. كان اه هو 3 سنين ورا بعض فعلا. 3 اهلي 4 زمالك كان 5. اهلي زمالك اسماعيلي. لا يعني بص، في كده ايه بوصله معينه وبتخلي دايما الدنيا بدل ما تبقى الدوري عندك يعني في انديه كتيره وبتاع وتبقى دوري فعلا بقى المنافسه فيه شديده وبتاع، انت للاسف بتموتها بشكل. اسماعيلي مظلوم عطا. طبعا. طبعا. انت ما اديتلوش ادوات النجاح، انت جردته من كل حاجه ومكتفه بقصص بقى اللي مش عارف انه ما ينفعش الاستثمار الا بشروط معينه ومش عارف ايه، وبيواجه دلوقتي في انديه فلوس كتيره جدا وهو متجرد من القصه دي بشكل كبير جدا. فمصيبه بقى، مصيبه فعلا يعني. مش هو لوحده يعني، بس اسماعيلي طبعا من الانديه المظلومه، خاصه ان هو انا برضه بحب يعني طبعا مع كامل احترام الانديه الجماهيريه كلها، غير الاهلي والزمالك يعني، بس اسماعيلي حاله تانية. اسماعيلي النادي الوحيد اللي تقريبا اللي كان موجود في الصف الاول مع اهلي والزمالك كتير، وكان بينافس يعني حتى وهو مش بيخسر دوري كان دايما الثالث والتاني كتير قوي يعني. وبينافس وهو كان عنده لعيبه، كان هداف الدوري ولعيبه في المنتخب ولعيبه بتدي انديه وبتاع مش عارف ايه. والى جانب ان هو طبعا برضو تاني مع كامل احترام للمصري والاتحاد، وطبعا ممكن انحاز مدينه اسماعيليه، يعني ان المدينه الوحيده اللي عندها هويه تانية غير اهلي والزمالك، يعني فيها اغلبيه لنادي تاني غير اهلي والزمالك بمعنى صح. صح، او غير الاهلي يعني عشان برضو يكون اكثر دقه يعني. فلا حتى بورسعيد فيها اهلاويه كتير جدا. جدا. اسماعيليه فيها اهلاويه دلوقتي بدا يظهر، بس دي مهاجرين اكتر، وفي نفس الوقت لا ما زال برضو اغلبيه الاسماعيلي اغلبيه كاسحه يعني. فدي حاجه تزعل. نادي زي كده ما ينفعش انت كنت تتعامل معاه بالشكل ده. لازم يكون ايه رايك في قرار الوزير الاخير بالنسبه للتحويل قرار متاخر، قرار متاخر جدا. وبصراحه
انا فكرت اعمل فيديو بالمناسبه بس تجنبت القصه للاسف عشان ما اقعدش، للاسف كان الموضوع هيتحول غالبا للزمالك يقول لك يا عم طب هو مجلس اداره الزمالك فيها بتاعك نفس جدل كبير. القصه ومش عارف ايه. اللي هو يا جماعه، يا جماعه هو انتوا بتعملوا ايه؟ يعني انتوا قاعدين بتعملوا ايه بجد؟ يعني انا لو انا مثلا مجلس اداره الزمالك، انا كان عندي رد، يعني لو انا عندي تحفظات كتير بس ما زال في امل. اسماعيلي ما كانش موجود خلاص، انتوا يا جماعه انتوا موجودين، ده حفظا ليكم، حتى حفظا لكرامتك يا اخي، حفظا لكرامتك وكرامه اسرتك وكرامه كذا، وتقدر تمشي في الشارع بعد كده لما حد يكلمك تبقى انت تقول له انا والله ما قدرتش وخلاص. صح. لكن التمسك الغريب ده كان لغز غريب. بالنسبه لي، وبصراحه من الحاجات الحزينه. وكنت انقى ببعض الاشخاص اللي اعرفهم يعني ان هو ما يحطش نفسه في الموقف ده، لان انا احترمه واعزه جدا. بس كان لغز بالنسبه لي، ما اتكلمش مع حد على فكره عشان ما كل واحد بقى يقول يمكن ليه اه. اسبابه، او عشان ما احرجش حد. لكن فعلا الموضوع غريب، لغز بالنسبه لي. انتوا يا جماعه قاعدين بتعملوا ايه؟ امم مفيش امل. انا مش بقول لك ان متمسكين بايه؟ انت بالظبط انت يعني، ومش مش حتى اخش في نوايا بقول انت قاعدين كده عشان حاجه ولا حاجه لا ما نقدرش نقول حاجه عشان مش نهايه. الدنيا لا بتبقى اسوأ اقدر. كل شويه. مفيش امل، في فرق، في فرق. مثلا الزمالك الدنيا ممكن بتزداد سوء. موضوع الارض ده انا بقول مجلس اداره الزمالك لو ما قدرش الارض ما رجعش قدم استقالتك خلاص، قول لهم خلاص يا جماعه انتوا عايزين ان مفيش منافسه اصلا في الكوره خلاص، هسيبها لكم مخدره واقفلوا نادي كمان بمعنى صح. امم لكن ده انا بقول لمجلس اداره الزمالك كده. لكن اسماعيلي اصلا ما كانش فيه امل ده، عارف في ارض نادي اجتماعي وعارف ان ارض نادي عندنا تحليل اصول. وبتاع والقصه دي، بس هو برضو كانت مقفوله ضبه مفتاح في الفتره الحاليه وخلاص مش واضح ان هي جايه. لا لا، اللي عملوه ده غلط في حق نفسهم قبل اي حاجه، صح. وقبل ما يغلطوا حد في حق الاسماعيلي يعني. وان شاء الله الاسماعيلي بس يرجع لمكانته يا رب، باذن الله، اتمنى. اتمنى طرف ثالث يرجع ومنافس رئيسي على لمكانته الدوري. هو الانديه الجماهيريه. والانديه بما انك الجماهيريه عايز كلها تستغل طبعا. وجودك برضو عطا، انت بتطلع في اون سبورت، وتطلع على صفحتك الشخصيه، وتطلع في بودكاست، وبتطلع قناه الزمالك. الانديه الجماهيريه، الدوري من غير انديه جماهيريه مش دوري. طبعا طبعا. ليه ما يحصلش استثمار؟ ليه ما يحصلش مثلا انديه تتضم على انديه؟ يعني مثلا البنك الاهلي مع الاسماعيلي. اصل البنك الاهلي في حاجه مثلا. اسمها دوري، ده اسمه دوري، ما احنا نقول دوري شركات، دوري مش بس شركات. دوري شركات، ده دوري منطقه القاهره وبعض الضيوف كده. بالظبط. بيجيبوا عارف كوبا امريكا لما راحوا يجيبوا قطر واليابان ايوه، ويجي اه. يلعبوا ناس معانا. من بره عشان يعني تشوف. دوري القاهره ويلا تعالى اسماعيلي كده وانت محله واتحاد، ولو عجبك فاركو ده هاته كمان معانا يلعب وخلاص. ما انا بسالك اهو، يلعبوا في القاهره. ايه ده الاستفاده؟ مفيش حاجه اسمها كده. ايه الاستفاده من نادي البنك الاهلي ده؟ بيصرف كام مليون في السنه؟ هو القصه مش يعني، بص هو في انديه بره مثلا زي لايبزيتش، رغم ان هو معارض بشكل كبير وبتاع وريد بول لايبزيتش وكده الكلام ده، بس على الاقل ده يعني ايه احياء لبراند معين بشكل معين. انا بشوف وحاجه انه استثنائيه. اغلب الشركات يعني يمكن فيما عدا اقول فاركو فعلا ممكن على البراند بتاعه بالنادي بتاعه دول دي ملاك الى نادي. حد ما. لا ما انا فاهم اقصد يعني في انديه تانية، اه. ملاك انديه سواء مثلا رعايه او مؤسسات او بتاع، انت مش يعني مش ما حدش هيروح يشترك، انا اسف يعني، ما حدش هيروح يحط فلوسه في البنك الاهلي عشان بيلعب، عشان شاف ان فرقه النادي الاهلي مم. البنك الاهلي يعني، او انديه كتير بقى مش بس البنك الاهلي عشان ما اقعدش اتكلم على البنك الاهلي بس يعني. ف ما بياخدش الاستفاده معرفش، الكامله ما من اعرفش المشروع. المنطق يعني. طبعا انت بتتكلم موضوع فلوس يا عم، لو انت حتى مش عايز تعمل قصه ان الانديه الشركات تستثمر في انديه جماهيريه، ابسط حاجه كنت تحط قانون حتى اللي عايز يعمل نادي يعمله في محافظه تانية. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ بتروجيت لما طلع انديه جماهير السويس كانت بتشجعه شويه صح. لما كان بيلعب في السويس. صح. المقصه لما راح مصر الفيوم حرام. شويه شجعوه. صح. لكن كله في القاهره كده عمليه صعبه جدا. مم. احنا يعني من ضمن مقاييس تقدم البلاد ان ما يكونش المركزيه فيها قاتله كده. احنا في مصر موضوع القاهره ده قاتل. شوف بقى تتفرج مثلا انت في امريكا مثلا، كل فيلم بيتصور في بلد صح. مدينه، فاهم قصدي؟ ايوه ايوه. آه، في ف- ف- انجلترا كل زي ما مدينه بقول يعني ليها فريق، كل لندن الناس ما زالت هي الكور بتاع البلد، بس مم. المدن التانية فيها عندك حياة، مانشستر أنا مش بتكلم بس أندية، أصلا في الحياة العادية اه أصلا اه. مدن مركز تجاري، ليفربول أكبر ميناء في البلد، مش ميلان. عارف إيه كذا، حاجة استراليا فيها نفس كده، الكلام. فاهم قصدي؟ لكن الدنيا لا كده. أنت المركزية لما تتنقل الكورة كمان تبقى عملية صعبة أوي يعني. في الاخر بس برضو رجعنا للدوري المصري. ما عملية نقدرش. بلدنا اه. عايزينها أحسن، وعايزين دوري بلدنا أحسن وبتاع، لكن في ناس مش هيهمها القصة دي أوي كتير يعني، ما بيكونش مركزين أوي مع القصة طالما الدنيا حلوة والأغلبية مبسوطة. احنا انبسطنا وشرفتنا حبيبي يا عبد جدا. الرحمن. مين اللي كسب في الآخر طيب؟ احنا قلنا لك. هنعلنها. شوف في الجرافيكس هنعلنها في الآخر. حلو عشان انا ما اعرفش عشان لسه ما والله. نتخانقش مع بعض. لا، بشكر حضرتك جدا برضو حبيبي على يا عبد الكتاب. الرحمن، ربنا يخليك. يعني ان شاء الله اقراه مرتين ثلاثه كده ومش هديه ده انا الخاطر اتشرف برضو. والله. احنا عايزين منك هديه. احنا هننزل ريلز على البيج بتاعت توقع ماتش ريال مدريد برشلونه. كويس. اللي اتوقع صح
هياخد كتاب شنطه وتاشيره خلاص من احمد عاطف. وهو كذلك ممضي مني. وده حد شاء يهمه الله. يمضي يعني. طبعا. ربنا يخليك، احنا ميرسي. اتشرفنا بوجودك معانا، انت حد تعز عليا انا ربنا يخليك شخصيا يا خاطر، طبعا. متشكر. ومحبوب لناس كتير. متشكر. اتبسطنا النهارده ان احنا كنا معاك وانت معانا، وان شاء الله الايام اللي جايه في ضيوف مميزين زي كابتن احمد عاطف. شكرا يا حبيبي يا عبد كابتن، الرحمن، ميرسي شرفتنا. حبيبي يا خاطر. متشكر جدا، انا كنت مبسوط معاك، ويا رب يكون ضيوف خفاف على السادة المشاهدين. وطبعا انت اخ يعني طبعا. خاطر من اي حاجة بعيدة عن المجال اصلا، وابن ابن جهتي زي ما بيقولوا اه كده. ابن الجيع. وعبد الرحمن انا كسبته يعني صديق جديد النهارده، والف شكر يعني على الاستضافة اللطيفة دي، يعني متشكر جدا. حبيبي عاطف، حبيبي يا كابتن. سلام.